السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا بتوع تانية ثانوي عاملين إيه يا رب؟ اخواتنا الصغيرين عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده مراجعة ليلة الامتحان بتاع البحث، فركز بقى معايا كده وصلي على النبي. احنا لسه حالا مصورين لك بتاع التطبيقية يا دوبك، احنا يا دوبك بس والله الواحد غسل وشه بس كده عشان يفوق وجالك ايه يصور لك بقى البحث، وجبنا بس حاجة كده نشربها كده بقى على السريع واحنا بنصور كده. طب يلا ركز كده معايا وصلي على النبي كده وسمي الله. اول سؤال بيقول لك 3 اس ا بيساوي 4 اس ب. 3 اس ا بيساوي 4 اس ب. تمام. بيقول لك فان 9 اس ا على ب زائد 16 اس ب على ا. طيب تعالى نشوف كده 9 اس ا على ب ودي 3 اس ايه. طب تعالى ما نشوف يا عم، تعالى ما نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. قال لي اولا 3 اس ا بيساوي 4 اس ب. استفدت منها بايه؟ تعالى ما نشوف كده. قال لي انت كده لما تيجي تروح تودي لي، لما انت كده تروح تودي لي مره الالف هناك، انا عايز اودي هناك ايه؟ الالف عايز اوديه هناك. الاس كان بيروح هناك بايه؟ بالمعكوس الضرب. انت كان عندك ايه؟ كان بيقول لك س والس م بتساوي ص. قال لك يبقى ايه؟ السين بتساوي ص اس 1 على م. الاس هناك بيروح بايه؟ بالمعكوس الضرب. طب تعالى هنا يلا يلا اعملي نفس الكلام ده هنا. انا عايز دي 3 بس، يبقى دي 3 بتساوي ايه؟ اما تودي هناك الالف يروح بواحد على الف. تمام. ادي الاربعه زي ما هي في ايه؟ في الب. يعني ايه؟ يعني ب على الف. تمام. يعني دي ب على الف لحد هنا تمام زي الفل. طيب وبعدين طب تعالى لي هنا كده، انا عايز ده 4 بس، هتودي هناك الايه؟ الالف. يبقى الاربعه بتساوي 3 اس الف على ب. لحد هنا زي الفل ماشي شغال. طب بص بقى ركز معايا، دي ايه؟ 9 اس ا على ب. 9 اس ا على ب. ايه 9 اس ا على ب ديت؟ والله 9 اس ا على ب يعني 3 اس ايه؟ 2 الكل اس ا على ب. قال لي يا جماعه الاس مش هعمل ايه؟ مش بقى بضرب؟ مش بضرب. طب هل في مانع لو انا خليتها 3 اس ا على ب الكل اس 2؟ هل في مانع لو انا عملتها كده؟ مفيش مانع. تمام. طيب 3 اس ا على ب، انت لسه حالا جايب 3 اس ا على ب بكام؟ ب 4. يبقى 4 تربيع زائد دي 16 اس ا اهي على ب، يبقى دي 16 اس ا على ب اللي هي 16 دي كام في كام؟ والله 4 اس 2. تمام. الكل اس ايه؟ ب على الف. طيب قلنا بنعمل ايه؟ مش ده اس ايه؟ داخلي في خارجي بضرب صح؟ طب يعني كانها 4 اس ايه؟ ب على الف الكل اس 2. طب 4 اس ب على الف انت لسه حالا جايبها بكام؟ ب 3. لسه حالا جايبها بكام؟ ب 3. يبقى 3 ايه؟ تربيع. يبقى 3 تربيع. 4 تربيع زائد 3 تربيع اللي هي 16 زائد 9 بتساوي كام؟ 25. يعني الناتج هنا كام؟ 25. تمام تمام. بناخد بق بس، بناخد بق. بقول لك دالة س بتساوي القيمة المطلقة ل 3 ناقص س زائد 4 تكون تزايدية عندما س ايه؟ يا حبيبي ركز معايا، انا هعلمك حالا طريقه تجيبها على طول. واحد يقول لي هنرسم، تعالى اما نرسم وبعد كده مش عايزك ترسم، يعني هنرسم وهشتغل زي ما انت عايز تشتغل اهو. تعالى نرسم كده. علشان نرسم داله قيمه مطلقه كنا بنعمل ايه؟ كنت بتروح تجيب لي حالا حاجه اسمها ايه؟ صفر القيمه المطلقه. يبقى 3 ناقص س بيساوي صفر، تطلع الس بكام؟ الس ب 3. يبقى النقطه 3 3 وايه؟ والعدد اللي بره باشاره دي موجب 4، يبقى العدد 4. يبقى النقطه كام؟ 3 و4. تروح ترسم لي ايه؟ المحاور بتاعتك اهو. فين النقطه 3 و4؟ ادي يا عم الثلاثه، وفين الاربعه؟ ادي الاربعه. ادي يا عم النقطه بتاعتي 3 و4 نقطه راس المنحنى. طب يا ترى بقى الايه؟ الرسمه هتبقى الاعلى ولا الاسفل؟ والله هرجع اشوف انت يا قيمه مطلقه معامله موجب ولا سالب موجب، يبقى الايه؟ الرسمه مالها؟ لاعلى. الرسمه مالها؟ لاعلى. وخليك دايما قريب 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 دايما من المحاور عشان تقطع. طيب قال لك وانت بقى بترسم دايما لو انت قطعت نقطه ايه؟ قطعت محور الصادات في نقطه لازم تجيب له النقطه دي عشان ما تنقص عليها نص درجه في الامتحان، عشان لو جه قال لك في المقال ارسم الداله. طيب عايزين ايه؟ نجيب النقطه دي. طب النقطه دي بتيجي ازاي؟ هي نقطه ايه؟ تقاطع الخط دوت مع محور ايه؟ الصادات، او نقطه تقاطع الداله مع محور الصادات. يعني هنعمل ايه؟ هنعوض عن السين بصفر. عوض لي يلا هنا عن السين بصفر. يلا عوض لي هنا عن السين بصفر. اما تيجي هنا تعوض لي عن السين بصفر يبقى 3 ناقص صفر اللي هي القيمه المطلقه ل 3 ب 3 زائد كام؟ زائد 4 تطلع بكام؟ ب 7. يعني النقطه دي ايه؟ 7. شايف السبعه ديت لو ما جبتهاش تنقص عليها نص درجه في الامتحان عشان الناس بتتلكك. ما علينا يا عم. طيب انا عايز اعرف الداله تزايديه فين؟
يعني انا عايز اعرف الداله التزايديه من فين لما تكون السين ايه تنتمي لايه. التزايد اللي هو الاضطراد التزايديه او التناقصيه، تمام، بيجي منين؟ انت بتيجي بايدك الشمال كده من على الشمال، جيت اهوت بدايه الرسمه باجي من على الشمال بدايه اهو، لقيت الايه؟ ايديا بتنزل، ايديا بتنزل لحد ما جيت هنا كده وقفت. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايديا بتنزل، ايديا بتنزل يعني الداله تناقصيه. تناقصيه منين؟ انا جاي هنا من سالب ما لا نهايه اهوت، انا بجيب الاضطراد على محور السينات، جاي منين؟ سالب ما لا نهايه لحد ما جيت هنا فين؟ عند الثلاثه، يبقى سالب ما لا نهايه تمام لحد الثلاثه، ودايما الاضطراد فتره مفتوحه. ده ايه؟ تناقصيه. طب الداله التزايديه منين لفين؟ من اول الثلاثه لحد الايه؟ لحد الما لا نهايه، من اول الثلاثه لحد ايه؟ الما لا نهايه. يبقى الداله التزايديه من 3 لما لا نهايه. طيب هعرفك طريقه سهله اسهل. طب تعالى بص يا حبيبي، انت هنا هتروح تجيب نقطه راس من الحل اللي احنا لسه المعلمه جايبها 3 و4. طيب انا عايز اعرف بقى الداله التزايديه منين اللي فين او التناقصيه منين اللي فين. طيب والله انا عندي ايه كده كده، يبقى 3 وعندي ما لا نهايه. طب انا 3 وما لا نهايه، تمام، يا اما 3 وما لا نهايه، الداله التزايديه من 3 لما لا نهايه، تمام، او تزايديه في سالب ما لا نهايه و3. طب يا ترى هي تزايديه هنا ولا تزايديه هنا؟ هرجع بقى، انت يا قيمه مطلقه معامله موجب ولا سالب؟ موجب يبقى تاخد الما لا نهايه، طالما معامل القيمه المطلقه موجب يبقى بتاخد الايه اللي فيه ما لا نهايه، يبقى الداله التزايديه من 3 لما لا نهايه. طب لو كان معامل القيمه المطلقه فيه هنا سالب، يبقى الداله تناقصيه من سالب ما لا نهايه لحد الثلاثه. انا عرفتك، دي طريقه اسهل، براحتك اللي انت عايز تشتغل بيه اشتغل بيه، ان شاء الله تشتغل برجلك، اشتغل بايه حتى بدماغك بقى، زي ما انت عايز تشتغل اشتغل، المهم تجيب الناتج صح. المهم في الاخر انا عايز النهايه في الامتحان، بس ده اللي انا عايزه. طيب السؤال عليه الدور بيقول لك ايه؟ لوغاريتم س للاساس س ص زائد لوغاريتم ص للاساس س ص. طب تعالى يا عم نشوف، كان عندي ايه اللوغاريتم؟ كان بيقول لي اللوغاريتم ا للاساس ب زائد لوغاريتم م للاساس ن، كانت بتساوي ايه؟ قال لك والله بص، انا علشان اجمع لوغاريتمات لازم أن يكون المعاملات بتاعتها لازم أن تكون واحد، ولازم أن يكون الاساس هنا زي الاساس هنا. طيب دي ايه؟ هنخلي دي ب، تمام. هنجمع، عمالين نجمع بناخد لوغاريتم يا حبيبي، لازم أن تاخد لوغاريتم، خد لوغاريتم وخد لي اساس، دي اساس هنا ب، تمام. طيب وبتعمل ايه؟ بتضرب لي الرقمين دول في بعض، الف في م. ماشي يا حبيبي؟ ماشي. طيب بص بقى، يعني اقول لك لوغاريتم ايه؟ 5 زائد لوغاريتم 3. الواد يجي يقول لي يلا لوغاريتم، الواد بيقوم عامل ايه بقى؟ 3 في 5 ب 15، روح اختار 15، هتلاقي حاطط لك 15 اول اختيار يا غبي يا حمار. احنا يا حبيبي لازم ناخد لك لوغاريتم، لازم تحط لي لوغاريتم، هنا الاساس 10 هنا الاساس 10 بس ما بنكتبش، فهناخد اساس اهو لوغاريتم من نفس الاساس 10 وما بنكتبهاش، يبقى لوغاريتم 15 مش 15 بس. تمام يا حبيبي. تعال بقى نشوف سؤالنا ده، هو لوغاريتم هناخد ايه؟ المعامل هنا واحد ومعامل هنا واحد، هنا س ص هنا س ص، يعني نفس الاساس. لوغاريتم خد اساس وبتعمل اضراب للرقمين دول في بعض، يبقى لوغاريتم س ص للاساس س ص. طب كان عندك قاعده بتقول لك لوغاريتم ا للاساس ا بيساوي 1، لوغاريتم ا للاساس ا بيساوي 1. طب ما دي لوغاريتم س ص للاساس س ص بيساوي، يبقى الناتج بكام؟ الناتج بواحد. ايه الصعوبه في كده؟ لما هيجي لك حاجات شبه دي كده في الامتحان، ايه الصعوبه فيها؟ هو غباء، بس هو بيبقى غباء، بس غباء زياده بس. ناخد بق بس كده. طب ماشي، نيجي للسؤال اللي عليه الدور. السؤال ده موجود في الكتاب بتاعي، والله موجود في التمارين. الناس اللي بتحل والناس اللي كانت بتذاكر من اول السنه هي اللي عارفه الكلام دوت، وانا بحل معاك التمارين. كان ايه حلنا السؤال دوت؟ كنت انا حاطط السؤال ده ساعتها، يعني اول ما حطيته كنت انا حاطه وانا بشرح الدرس ساعتها، يعني انا كنت فاكر كنت حاطه على 100 جنيه والله، ومحدش جاب السؤال غير طالبه اللي هي قفلت الامتحان الشامل الاخير اللي كان على المنهج دون، ربنا يعني يبارك لك. طيب مش هنقول على الاسماء طبعا. مجال دالة س بيساوي جذر س زائد 2 على س ناقص 5. الجذر الواد متعود ايه؟ دالة س بتساوي جذر على جذر. كنت بتروح تجيب مجال الاولى ومجال الثانيه وتشتغل. المره دي بقى ايه؟ قام جايب له دالة س بتساوي جذر، يعني الجذر على البسط والمقام، هو جذر واحد على البسط والمقام. في ناس بقى تقعد تعمل ايه؟ يقول لك هتجيب لي اصفار البسط واصفار المقام ويقعد يعمل لك موال عبيط كده. ما احناش عايزين الموال دوت وانساه، انا بقول لك انساه. طيب انا كنت قايل لك ايه بقى؟ لما يبقى الجذر على البسط والمقام يبقى ح
فرق ايه بقى؟ هات لي اصفار البسط، س زائد 2 بيساوي صفر، يبقى الس بكام؟ سالب 2. هات لي اصفار المقام، س ناقص 5 بيساوي صفر، تطلع الس بكام؟ ب5. طيب يبقى سالب ايه؟ سالب 2 و5 بتكون فتره بقى. طيب الفتره دي يا ترى تبقى مغلقه ولا مفتوحه؟ مغلقه ولا مفتوحه؟ طيب الا ينفع اصفار المقام تبقى معايا؟ ينفع اصفار المقام تبقى معايا؟ لا، اصفار المقام ما ينفعش تبقى معايا. فهعمل ايه؟ هقفل الفتره، لان الفرق بتخلف الفتره. فده مش الخمسه مش معايا، بس لقيت الفرق بتخلف الفتره. السالب 2 معايا لان البسط ينفع يساوي صفر، ما هو الايه البسط بيساوي صفر، يبقى كل الناتج كله بصفر. انما المقام لو بصفر غير معرض، ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها ناتج بايه، مفيش حاجه اسمها مقام بصفر. تمام. طيب يبقى السالب 2 ايه معايا، عشان ده ايه اللي هيجيب صفر في البسط. طب ماشي. طب السالب 2 مفتوحه ولا مغلقه؟ المفروض السالب 2 معايا، يعني المفروض اقفل، بس لقيت الفرق بتعمل ايه؟ بتخلف الفتره، يبقى فرق سالب 2 والخمسه. ولسه بقى هيقعد يعمل موال. السؤال عليه الدور بيقول لك نهى لما س تقول الاربعه س ناقص 3 لكل تربيع ناقص 1 على س ناقص 4. والله طب تعالى معايا واحده واحده. دي س ناقص 3 لكل تربيع، ادي نهى لما السين، انا منزل لك والله فيديو ازاي تجيب النهايات بالاله الحاسبه. طيب ورجاء انت ما تعملش كل حاجه بالاله الحاسبه، لان انت عندك هيجي لك سؤال مقالي عن النهايات، واحتمال كبير هيجي لك على النهايه اليمنى واليسرى او الاتصال، واحتمال كبير الاتصال يعني. طيب فالاتصال انت هتحتاج تجيب ازاي، تعرف تجيب النهايه وتعمل خطوات. هتعمل خطوه ناقصه هتطير نص درجه من السؤال، درجه من السؤال. طب ليه؟ ما انا حافظ على درجات، ولا انا مش عايز اتعلم، عايز ابقى طول عمري حمار بمسك الاله الحاسبه وخلاص. والله هي الشطاره ان انا اجيب كل حاجه بالاله الحاسبه، وده ماشي شغال، انا معاك، بس لازم برضه اتعلم، لازم اتعلم. انا مش رايح عشان اجيب كل حاجه بالاله الحاسبه وامشي. انا مش رايح اشغل اله حاسبه، انا رايح اشغل دماغي برضه. اصل العلم ده يا جماعه انا عايز اشغل دماغي، عايز احط افكار في دماغي. طيب ماشي. دي س ناقص 3 لكل تربيع ناقص 1. تمام. طيب س ناقص 4 دي مش كانها س ناقص 3 ناقص 1؟ ما سالب 3 ناقص 1 بكام؟ بسالب 4، يعني كانها س ناقص 4. انا فكيت السالب 4 خليتها س ناقص 3 ناقص 1، يبقى دي س ناقص 3 حطيتها في قوس ناقص 1. طيب بس يلا اهو، س ناقص 3 الكل تربيع ناقص 1 على س ناقص 3. نهايه بالقانون يا حبيبي، عوض واشتغل بس. يبقى اهو الاس اللي فوق على الاس اللي تحت يبقى 2 على الاس اللي تحت اللي هو هنا 1. تمام، اللي هو ب2 في 1 الكل الاس اللي فوق 2. تمام، ناقص 1. المفروض هنا احط 2، الواحد اقدر اديه اس يا جماعه، اقدر اديه اس. تمام. طيب 2 ناقص 1 اللي هو 1 اس اي حاجه عموما بكام؟ ب1، يبقى الناتج بكام؟ الناتج ب2. بحل المساله. طيب السؤال عليه الدور بيقول لك اذا كانت مجموعه حل المتباينه، دي حل متباينه بتاع قيمه مطلقه، القيمه المطلقه س ناقص ا اقل من او بتساوي ب، هي 4 و12، فان لوغاريتم ا الاساس ب زائد 4. ركز بقى معايا. انا الاول انا مش هبص على اللي هو طالبه، انا هشتغل اشوف الاول ازاي هعرف اجيب اصلا الالف والب. احنا اصلا كنا بنحل ازاي المتباينه الاقل من؟ كنا بنحلها ازاي؟ ادي يا عم عند حضرتك القيمه المطلقه لس زائد 3 اقل من او بتساوي 5. كنا بنحل ازاي؟ بتنزل لي القيمه المطلقه زي ما هي اللي داخل القيمه المطلقه، يبقى س زائد 3 اقل من او بتساوي 5، بتنزل لي الاقل من او بتساوي 5 نفس هناك الطرف الثاني كده. دي 5 موجب بتدي لي هنا سالب 5. تمام يا عم. طيب وبعدين تعدي لي الثلاثه هنا باشاره مخالفه في الطرفين، يبقى س اهو لما تروح هناك الثلاثه يبقى هنا سالب 8، تطلع هنا الثلاثه ب2، يبقى هنا الس اهو موجوده فين اهو، يبقى م ح بتساوي سالب 8 و2، سالب 8 و2. طب تعالى بقى تعالى طبق لي الكلام ده هنا، ده هنا بقى بيقول لك القيمه المطلقه س زائد ا او معلش س ناقص ا اقل من او بتساوي الب. طب ما تطلع لي هات لي الس ناقص ا زي ما هي اقل من او بتساوي الب، هتعمل نزل لي اقل من او بتساوي الناحيه الثانيه دي ب بالموجب، نزلها لي هناك سالب. هتعمل عدي الالف باشاره مخالفه للطرفين، يبقى هناك لما تروح تبقى ا ناقص ب، ا زائد ب.
طب وبعدين بقى اما كنا بنيجي ناخد مجموعه الحل كانت بتبقى ايه؟ اهو ا ناقص ب وايه؟ والف زائد ب، دي مجموعه الحل. طب ما هو اصلا مديني مجموعه الحل اللي هي 4 و12، يبقى ا ناقص ب بتساوي 4 والف زائد ب بيساوي 12. ادي معادله وادي معادله، اجمع المعادلتين مع بعض، سالب ب تروح مع موجب ب يبقى 2 الف. تمام، عندك 4 وكام و12 16، تطلع الالف بكام؟ ب 8. اما تروح تعوض تجيب الب، عوض لي في المعادله ا ناقص ب ديت، شيل الف حط مكانها 8، 8 ناقص ب بتساوي 4، تطلع الب عندك بكام؟ ب 4. يبقى الب معاك بتساوي 4. طب تعالى بقى نشوف مطلوبه، بيقول لك لوغاريتم ا الاساس ب زائد 4. تعالى نعوض، يبقى لوغاريتم الالف معاك بكام؟ ب 8. الالف معاك ب 8 اهو لسه جايبه، على ب زائد ايه؟ 4. الب ب 4، 4 و4 كام؟ 8. لوغاريتم 8 الاساس 8 بكام؟ بواحد. طيب مسائل حلوه، مسائل حلوه في المتناول، تيجي في امتحان، تيجي في امتحان. ايه اللي يمنع ان التفاهه دي ما تجيش في الامتحان يا جماعه؟ طيب السؤال اللي بعده بقى، احنا دخلنا على حساب المثلثات، فركز بقى بالله عليك، ركز خاصه الجماعه بتوع الادبي. بتوع الادبي انت عندك اخر ترم هتاخد فيه ايه؟ مثلثات، يعني ده اخر ترم هتاخد فيه حساب مثلثات، فانت رجاء ركز، رجاء ركز، لو انت ادبي ركز، ركز. والاسئله اللي اقول لك عليها دي بتاع العلم بس ابقى عديها، بس ركز هنا، لان المثلثات هتيجي عندك صعبه، المثلثات هتيجي عندك صعبه لانك انت اخر ترم هتاخد مثلثات، فلازم يزنقوك في المثلثات، انا بعرفك اهو. بيقول لك في المثلث ا ب ج اوجد قيمه ج شرطه تربيع ناقص ا شرطه تربيع ناقص ب شرطه تربيع. يا عم انا متعود ان يبقى فيه سالب واحد، ايه السالبين الاثنين دول؟ ايه السالبين دول؟ انا متعود مثلا، يعني انا مثلا انت عارف لو جبت لي ج شرطه تربيع زائد ا شرطه تربيع ناقص ب شرطه تربيع، كنت تقول لي اه، يبقى الكلام ده يبقى ده اهو، ده هو بقى كان بيساوي ايه؟ كنت تقول لي بيساوي 2 ج شرطه ا شرطه جتا ب. احنا متعودين، احنا بنحل نماذج، انا بنحل نماذج، انا معرفك الكلام ده بيجي ازاي، معرفها لك ومستنتجها لك، وقلت لك بقى ايه، مش هنقعد كل مره نستنتجها، انت تكتبها على طول. طيب ماشي يا عم، تعالى لي بقى كده، هنا في ايه؟ موجب موجب، في سالب واحده صح؟ طب انما في، بص في هنا سالبين، في هنا سالبين. طب تعالى لي كده، طب ما دي ايه؟ ج شرطه اهي تربيع، هنقول لك انا عشان تبقى واضحه، ناقص ا شرطه تربيع ناقص ب شرطه تربيع. طب هنعمل ايه؟ طب ما تاخد لي كده سالب عامل مشترك، خد لي كده من هنا سالب عامل مشترك، يبقى سالب، اما تاخد سالب عامل مشترك بتعمل ايه؟ بتغير الاشارات كلها، بتغير الاشارات كلها، يبقى دي سالب ج شرطه تربيع زائد ا شرطه تربيع زائد ب شرطه تربيع. بس يا عم يعني ايه؟ هات لي بقى ايه؟ سالب ج شرطه تربيع هتلاقي في الاخر، يبقى كانها ايه؟ ناقص ج شرطه ايه؟ تربيع. بس يا عم بس، ايه الصعب بقى في كده؟ ايه الصعب في كده؟ ايه الصعب بقى في كده؟ قول لي ايه الصعب هنا؟ بس خدنا السالب عامل مشترك بس. طب ا شرط تربيع زائد ب شرط تربيع ناقص ج شرط تربيع، تمام؟ دي بكام؟ دي والله ب 2 ا شرطه ب شرطه جتا ج في سالب، يبقى الناتج سالب 2 ا شرطه ب شرطه جتا ج. بس يا عم ده الحل اهو، ده الحل. الفكره بس انت تاخد السالب عامل مشترك، بيخضك بس باسئله جديده في الامتحان، بيخضك. ده سؤال عادي مش موجود على فكره في كتاب المعاصر ولا موجود في اي كتاب، ده سؤال موجود في كتاب الايه؟ في كتاب معاصر بس قديم، قديم 2018 و2017 حاجه شبه كده. طيب ماشي ما علينا. بيقول لك السؤال اللي عليه الدور، في المثلث س ص ع، س شرطه بيساوي ع شرطه، فان جت عين. طب تعالى معايا واحده واحده، هو عايز جت عين. طب تعالى كده هات لي الجت عين، هات لي الجت عين. الجت عين كانت بتساوي ايه؟ بتساوي س شرطه تربيع زائد ص شرطه تربيع ناقص ع شرطه تربيع على 2 س شرطه ص شرطه. لحد هنا تمام؟ زي الفل زي الفل. طب بص بقى، قال لي ان العين شرطه تربيع بتساوي س شرطه تربيع، مش انا اقدر اشيل العين شرطه ايه؟ عين شرطه دي احط مكانها س، ما هو الراجل اللي قايل ان س شرطه بيساوي ايه؟ عين شرطه. انا بجيب حاجه من جيبي؟ انا ما بجيبش حاجه من جيبي، انا بعوض باللي هو بيقول لي عليه. طيب شيل لي بقى ايه؟ العين شرطه حط لي مكانها ايه؟ س شرطه. يبقى س شرطه تربيع ناقص س شرطه تربيع يروحوا مع بعض، يبقى لك ايه؟ يبقى لك ص شرطه تربيع على 2 س شرطه ص شرطه. الص شرطه والتربيع يروح مع الص شرطه، يبقى لك ايه؟ ص شرطه على 2 س. ده الناتج يا عم. الاسئله صعبه؟ والله الاسئله ما صعبه، الاسئله في المتناول وتيجي في امتحان عادي جدا. طيب السؤال اللي عليه الدور، السؤال اللي عليه الدور دوت انا زهقت منه، انا زهقت منه، حليته معاك كتير قوي وانا براجع وانا بشرح قايله، وقلت لو كانت زائد كمان وكان ايه، قلت مره لما كانت دي تبقى فيه ولما كانت تبقى زائد، قلت لك انا فكره القاطه دي. انا بصراحه زهقت،
السؤال عندك اهو عشان بس الناس اللي مش شايفه. الف شرطه قتا الف في ب شرطه قتا ب في ج شرطه قتا ج. طب بص يا حبيبي، ايه القتا؟ ايه القتا ديت؟ القتا والله مقلوب الجا، القتا مقلوب الجا. يعني هتشيل لي قتا الف تعملها لي ايه؟ واحد على جا الف. مش دي كانها اهو واحد على جا الف، فالف شرطه في واحد على جا الف، يعني كانها الف شرطه على جا الف، وهكذا. طب ب شرطه قتا ب، يعني كانها ب شرطه على جا ب، ب شرطه على جا ب بيساوي ايه؟ دي ايه؟ يبقى في ج شرطه على جا ج. هو عايز الناتج بدلاله نق، عايز الناتج اهو، قايل لك اهو بدلاله نق. طب تعالى نشوف بدلاله نق كده، تعالى نشوف بدلاله نق. يا حبيبي انت عندك الف شرطه على جا الف بيساوي ب شرطه على جا ب بيساوي ج شرطه على جا ج بيساوي 2 نق. بيساوي ايه؟ بيساوي 2 ايه؟ بيساوي 2 نق، بيساوي 2 نق. طيب لما يبقى ده الكلام ده بيساوي 2 نق عندك، طيب يبقى النسبه دي ب 2 نق، النسبه دي ب 2 نق، النسبه دي ب 2 نق، يبقى 2 نق في 2 نق في 2 نق اللي هي 2 نق الكل تكعيب، يعني اللي هي بكام؟ ب 8 نق تكعيب. في واحد بقى ايه؟ واحد كان جاب لي السؤال ده قبل كده، عمال يقول لي ايه؟ انا عمال احلها السؤال ده غلط، قام حللها ايه؟ قام قايل لك يبقى 2 نق الكل ايه؟ تكعيب، يبقى بتساوي 2 نق تكعيب. نسي يكعب الاثنين وعمال يقول لك ايه؟ 2 نق الكل تكعيب مش موجوده في الاختيارات. السؤال ده غلط يا حبيبي، انت اللي غلط وانت اللي حمار، فركز ركز. طيب دي كده لما كانت فيه، طب لو كانت بقى زائد، دي لو كانت زائد يعني كانها ايه؟ الف شرطه ايه؟ كنت جايبها لك كده الف شرطه قتا الف زائد ب شرطه قتا ب زائد ج شرطه قتا ج، يعني كانها ايه؟ الف شرطه على جا الف زائد ب شرطه على جا ب زائد ج شرطه على جا ج. ما كل نسبه من دول ب 2 نق، يبقى 2 نق زائد 2 نق زائد 2 نق يبقى بكام؟ بتساوي 6 نق. فرق بين دي بقى وبين اللي جايه. اللي جاي كان بيقول لك الف شرطه زائد ب شرطه زائد ج شرطه على جا الف زائد جا ب زائد جا ج. دي ايه؟ دي والله كان عندي كان حاجه كده بيقول لي ايه؟ مجموع المقدمات على مجموع التوالي بتساوي واحده النسب. طيب انا جامع ايه؟ من القانون كان عندي الف شرطه على جا الف بيساوي ب شرطه على جا ب بيساوي 2 ايه؟ بيساوي ج شرطه على جا ج بيساوي 2 نق. انا عملت ايه؟ جمعت المقدمات على مجموع التوالي، يبقى الف شرطه زائد ب شرطه على ايه؟ زائد ج شرطه على جا الف زائد جا ب زائد جا ج بيساوي اي نسبه من دول، يعني بيساوي الف شرطه على جا الف بيساوي ب شرطه على جا ب بيساوي ج شرطه على جا ج بيساوي 2 نق، وعايز الناتج بداله نق، يبقى الكلام ده ب 2 نق. فرق بين دي ودي، ديت متقسمه بسط ومقام بسط ومقام بسط ومقام، انما دي بسط واحد ومقام واحد. فرق بين الاثنين. انا قلنا لك وهتروح برضو زي الحمار وتغلط فيها في الامتحان. هو هنا بس ايه؟ كان كاتب لك في المثلث ايه؟ لم ميم نون، خلاها الف باء ج عشان بس ايه؟ يبقى الدنيا مظبوطه شويه. طب تعالى السؤال اللي بعده. عدد حلول المثلث الف باء ج. ركز يا حبيبي ركز. احنا كنا بنجيب حاجه اسمها كده ايه؟ الارتفاع، وكنا بايه؟ بنشتغل. هوريك حالا كنا بنشتغل ازاي. هاخد بس اخر بق بس. طب ركز معايا صح كده بقى، صح النوم كده بقى، وايه؟ وشايك في ايدك وقهوتك معاك وقلمك في ايدك وبتكتب بقى ورايا. ركز. عايزين بقى نجيب عدد حلول المثلث. كنا بنجيبها ازاي؟ كنت بقول لك بيبقى مديك مثلا ضلع، معاك مثلا مثلث الف ب ج، لو اداك زاويه الف مثلا بتساوي ايه؟ 30، ومعاك الف شرطه بيساوي 15، ومعاك ب شرطه بيساوي ايه؟ 7. بيقول لك عايز عدد حلول المثلث. كنا بنجيبها ازاي؟ كنت بروح اقول لك عايز حاجه اسمها العين، بنروح نجيب حاجه اسمها العين. الاول العين ده اللي هو الارتفاع. الاول انت بتروح مديني زاويه الف والف شرطه الضلع المقابل لزاويه الف، الضلع المقابل للزاويه اللي هو مديها لي بروح اعمل عليها مربع كده، برجع لها للاخر. طب وبعدين قال لك عايزين نجيب الارتفاع. الارتفاع ده بيجي ازاي؟ من جا الزاويه اللي معاك في الضلع اللي ملوش علاقه بيه الزاويه. فين الضلع اللي ملوش علاقه بالزاويه؟ اللي هو اصلا مش مقابل للزاويه، باء شرط. يبقى في كام؟ في 7. جا 30 بكام؟ بنص. نص في 7 ب4.5. تمام. طيب ده الارتفاع 4.5 سم. وبعدين قال لك بتروح تعمل لي بقى ايه؟ ايه؟ سلم كده وتروح تكتب لي الارتفاع، والارتفاع والضلع اللي انت جبت من الارتفاع اللي هو كام؟ ب شرط اللي هو بكام؟ ب7، والارتفاع انت لسه جايبه حالا ب4.5.
طب ايه بقى اللي انا حاططه في المربع دوت؟ هو مدوني لازمته ايه؟ هرجع له بقى في الاخر هشوف لو كان دوت، لو كان الضلع اللي هو عندك الف شرط دوت موجود، تمام، موجود تحت الارتفاع يعني اصغر من الارتفاع، يعني هنا عدد الحلول موجود في الجزء ده كده، موجود هنا في الجزء ده كده، يعني اصغر من الارتفاع، عدد الحلول بيساوي صفر. تمام، ليه عدد الحلول بيساوي صفر؟ لان اصغر حاجه اصلا في المثلث هو الارتفاع، فازاي الضلع اصلا ده يكون اصغر من الارتفاع؟ طيب ماشي. وبعدين قال لك تعالى لو كان محصور بين الضلع اللي انت جبت منه الارتفاع والارتفاع، يعني موجود هنا كده، يبقى عدد الحلول هنا 2. طب لو كان اكبر من الضلع اللي انت جبت منه الارتفاع، عدد الحلول بيساوي 1. طب لو كان بيساوي الضلع اللي انا جبت منه الارتفاع او الارتفاع، عدد الحلول 1. طب تعال ما نشوف. الف شرطه ب 15، يا ترى 15 اصغر من 4.5؟ لا. طب محصوره من 4.5 والسبعه؟ لا. طب اكبر من 7؟ يعني موجود هنا في الجزء ده كده فوق، يبقى عدد الحلول كام؟ 1. يبقى هنا عدد الحلول 1. ده في السؤال دوت. تعال نطبق نفس الكلام بقى، يلا نطبق نفس الكلام هنا. قياس زاويه الف معاك ب 30، انت معاك الف شرط، اعمل عليها مربع، هنرجع لها للاخر. هات لي الارتفاع، الارتفاع بيساوي جا الزاويه اللي معايا، جا 30 في 8 بيساوي كام؟ 4 سم. طب وبعدين اعمل لي السلم بتاعه، ادي العين والضلع اللي انا جبت منه الارتفاع اللي هو ايه؟ ب شرطه، دي اللي انت لسه حالا جايبه ب4، ده ب8. طيب انت معاك الف شرطه بكام؟ ب5. طب يا ترى بقى الالف شرط ده بقى هرجع لها، انت تحت الارتفاع يعني اصغر من الارتفاع، ولا محصور بين الارتفاع والضلع اللي انا جبت منه الارتفاع، ولا اكبر من الارتفاع؟ لا والله، يقول لك انا محصور هنا، يعني هو اكبر من 4 واقل من ال5، وابقى ايه؟ اكبر من 4 واقل من 8، هو ب5، فمحصور بين ايه؟ ال4 وال8. يعني هنا عدد الحلول بيساوي كام؟ 2. هنا عدد الحلول كام؟ 2. تمام، عدد الحلول هنا بيساوي 2. طيب تعالى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك نهى لما السين تقول للسالب 1 س تربيع ناقص الف ناقص ايه؟ ناقص الف ناقص 1 س ناقص الف على س زائد 1 بيساوي 4، فان قيمه الف بتساوي كام؟ انا معلمك طريقه تحل بقى على طول. بص يا حبيبي، انت لما تيجي هنا تعوض ايه؟ هتعوض في المقام هتلاقي الناتج بكام؟ بصفر. اما تيجي تعوض هنا في المقام تلاقي الناتج بصفر، تقول له ايه؟ اهو تعالى اما نعوض في الايه؟ هنعوض هنا في النهايه. لقيت المقام اداني صفر، هقول له بما ان المقام بيساوي صفر عند س بيساوي سالب 1، تمام، او معوض يعني عن السين ايه؟ بسالب 1، اذا البسط بيساوي صفر. تمام. وبعدين يعني انا دلوقتي محتار، يعني عايز ايه؟ عايز تمام اطير الاصفار اللي في البسط مع الاصفار اللي في المقام. لما كنت مثلا اقول لك ايه؟ نهى لما السين تقول لي السالب 2 س ايه؟ تربيع ناقص 4 على س ناقص ايه؟ او خليها س تربيع ايه؟ لما السين تقول لي الاثنين كنت بتقول لي ايه؟ اما تيجي تعوض فوق وتحت هتلاقي الناتج بصفر على صفر، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول لي هنا في ايه؟ س ناقص 2، هي دي اللي بتجيب صفر. لو انا ايه؟ انا محتاج فوق س ناقص 2 وايه؟ وتحت س ناقص 2 علشان اطيرهم مع بعض، فلما اطيرهم مع بعض انا كده طيرت الحاجات اللي بتجيب اصفار، وبعد كده ارجع اجيب دوت، هرجع اجيب ايه؟ هرجع اجيب القوس دوت. طيب كتبنا هنا س ناقص 2، انت كنت ترجع تقول لي ايه؟ هو هنا بقى حاجه؟ لا ما بقاش حاجه، س ناقص 2 زي ما هي، دي س ناقص 2 بقى لي حاجه؟ دي س تربيع ناقص 4 يعني اكيد متبقى. فبتعمل ايه؟ كنت بتقسم لي الس تربيع على الس تربيع بالمعامل بتاعها على س تربيع على س بس، سالب 4 على سالب 2 بكام؟ بموجب 2. كنا بنجيب الايه؟ الكلام ده كده. طب تعالى يلا نحل. بس الكلام ده ايه؟ لو ما كانش فيه اسم مطوله، لو اصلا الحاجه دي تنفع تتحلل. انا بقول لك لو الحاجه دي اصلا تنفع تتحلل. طب ماشي يلا ما علينا، عارف اصلا انت تودونا في داهيه. ادي نهى لما السين تقول لي السالب 1، نهى لما السين تقول لي السالب 1 هنا محتاج فوق س زائد 1 وتحت ايه؟ س زائد 1 عشان الحاجه دول اللي هيجيبوا صفار. طيب انا فاضل لي هنا قوس، انا خلصت المقام س زائد 1، س زائد 1 مش باقي لي حاجه، الكلام ده بيساوي 4. ده س زائد 1 هيروح مع س زائد 1، بس الاول قبل ما اطير انا هنا فاضل لي القوس ده هجيبه ازاي؟ قلت لك س ايه؟ الاول على الاول يبقى س تربيع على س ايه؟ بس ايه؟ س تربيع على س بس، سالب الف على ايه؟ موجب 1 بكام؟ بسالب الف. بس وبعدين بس يبقى لك ايه؟ يبقى س نهى لما السين تقول للسالب 1 س ناقص الف بيساوي 4. يبقى تعوض بتشيل السين بقى تحط مكانها سالب على سالب الف، سالب 1 ناقص الف بيساوي 4، يطلع السالب الف بيساوي 5، يبقى الالف بكام؟ بسالب 5. بس يا عم. طيب
السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده دون عند العلم بس يا جماعه، لو انت ادب عديه. بيقول لك س زائد 4 دالة س بتساوي س زائد 4. عايز الداله ايه؟ الداله العكسيه، ده الاس سالب 1 س. يعني عايز داله عكسيه. ممكن نيجي نجيب الداله العكسيه، كنا بنجيبها ازاي؟ كنت بتشيل الس تحط مكانها ص وصاد مكانها س بس يا عم بس. مش عارف ايه الصعوبه اللي هنا، انا مش عارف ايه الصعوبه اللي هنا. داله س يعني معناها صاد، شيلها احط مكانها س بتساوي قابلتني س، شيلها احط مكانها ايه؟ صاد زائد 4 بس. يبقى الصاد بتساوي س ناقص 4. طب الصاد بنشيلها ونحط مكانها ده الاس سالب 1 س، يبقى ده الاس سالب 1 س بتساوي كام؟ س ناقص 4 بس يا عم. ادي اللي هو عايزه، س ده الاس سالب 1 س بتساوي س ناقص 4. قول لي ايه الصعوبه اللي هنا؟ اما تلاقي حاجه صعبه بقى تعالى قول لي. لسه الصعب جاي، لسه الصعب جاي، لسه الصعب جاي. لو انت ادبي برضه يا جماعه معلش عدي السؤال دوت. السؤال عشان ده ايه؟ نهايه الدوال المثلثيه. لو انت ادبي هيجي لك سؤال دوال المثلثيه في الامتحان، ممكن يجي، بس لو جه اعرف ان هو تعويض مباشر، تعوض مباشر على طول. طيب دي 1 ناقص جتا 8 س على 4 ناقص س لما الس تقول للصفر. الواد بقى ايه؟ انا قلت لك كان عندك نهايه الدوال المثلثيه، القانون بتاع الجتا كان يقول لك انها لما الس تقول للصفر، تمام، 1 ناقص جتا 8 س على س. قال لك الكلام ده بيساوي صفر على طول، بيساوي صفر، بيساوي صفر. ليه؟ ليه؟ بص يا حبيبي، بص يا حبيبي، انت هنا معلش جا ايه؟ جا س على س، جا ايه؟ جتا س على س. ما ينفعش الس، لو لقيت الجتا في اي صوره غير كده، لو لقيت الجتا في اي صوره غير كده 1 ناقص جتا ايه؟ حط لك هنا بقى عفريت، حط لك اي حاجه هنا جنب السين. هي المفروض هنا السين ايه؟ بواحد، يعني اللي جنب السين هنا بواحد. حط لك اي بقى اي عفريت تاني غير الواحد جنب السين، مش هطبق القانون، مش هقول ان هي بتساوي صفر، مش هطبق القانون اقول ان هي بتساوي صفر. على فكره ده كان سؤال اختياري، اول اختيار مديلك صفر عشان تغلط وتشيله. طيب او تقول المعامل 8 هنا ايه على 4 وتروح بقى تعمل لي ايه؟ موال عبيط كده زيك. طيب دي هنا حط لي هنا 8 وحط لي هنا 4، هل ينفع اطبق القانون؟ لا مش هطبق القانون. بقت نها هي. قلت لك الجاتا لو شكلها اتغير، لو شكلها اتغير اوعى تعمل حاجه ولا تمد ايدك في حاجه. جاتا 8 س على 4 س، ولا تقول ان هي بتساوي صفر. لو تعرف توصل دوت للقانون الثاني ماشي وصله، انما انا ما اقدرش اوصله. طب هنعمل ايه؟ هضرب في المرافق بتاع دوت، هضرب في المرافق فوق وتحت، يبقى 1 زائد جاتا 8 س، 1 زائد جاتا 8 س. احنا بنقول عليه يعني، احنا بنقول عليه المرافق يعني. طيب مسمينه ايه بالمرافق؟ بس ايه؟ شفت كده ايه؟ الجذر بتضرب برضو في المرافق، بتغير الاشاره بين ايه؟ الرقمين هكذا يعني. طيب اضرب لي يلا. يبقى دينا لما السين تقول للصفر، واحد فوق عندك ايه؟ هيبقى لك 1 ناقص جتا تربيع 8 س على 4 س، افتح قوس، او بلاش خليها كده ايه زي ما هي فيه. ادي 1 على 1 زائد جتا 8 س. سيب لي دي بره كده، سيبها لي بره زي ما هي. طب هات لي دي يلا، هاتها لي يلا. 1 ناقص جاتا تربيع كانت بتساوي ايه؟ مش كان عندك قانون كان بيقول لك جاتا تربيع سيتا زائد جاتا تربيع سيتا بيساوي 1؟ طب من هنا الجاتا تربيع سيتا كانت بتساوي ايه؟ بتساوي 1 ناقص جاتا تربيع سيتا. طب ما دي جاء 1 ناقص جاتا ايه؟ تربيع 8 س، يعني بتساوي ايه؟ بتساوي جا تربيع 8 س، يعني بتساوي جا تربيع 8 س. طب عندك القانون كان بيقول لك انها لما السين تقول للصفر سي ايه؟ جا ألف س على باء س، ألف س أس ن على باء س أس ن، كان ناتج بألف على باء. طيب وكان عندك بقى كان بيقول لك ايه؟ نهى قانون تاني اهو، لما ايه؟ السين تقول للصفر، لازم أن يكون الكلام ده بالقياس الدائري، تمام؟ جا أس ن ألف س على باء س أس ن. قال لك الكلام ده بيساوي ألف أس ن على ب. الكلام ده كان بيساوي ايه؟ ألف أس ن على ب. ده قانون اهو، ألف أس ن على ب. طب تعالى كده، دي جاء تربيع يعني هنا تربيع 8 س على 4 س، جاء تربيع 8 س على ايه؟ 4 س. طب هنا جاء تربيع 8 س يعني كان ايه؟ جاء تربيع في جاء تربيع. طب يبقى هات لي دي كده خالص، هاتها لي بره كده، توديها لي هنا ايه؟ جاء 8 ايه؟ س، جاء ايه؟ جاء 8 س. طب هنا ايه؟ على 4 س. هو المفروض هنا كان ايه؟ 4 س تربيع. معلش بس ايه؟
دي كانت غلطه بس 4 س تربيع. هنا سيبها جا تربيع زي ما هي 4 س تربيع. 4 س تربيع يا جماعه، اسف، جا تربيع 8 س على 4 س تربيع، المفروض هنا كان في تربيع اهو. طيب بعدين بقى لسه قايل لك اهو، لو كان الاس كان موجود على الجا هو الاس اللي على السين، قلت لك بيساوي ايه؟ بتاخد المعامل بتاع الزاويه تربيع على المعامل دوت زي ما هو، ما بناخدوش تحت التربيع، يبقى بيساوي ايه؟ دي 8 تربيع على ايه؟ 4 زي ما هي في ايه بقى؟ 1 زائد جتا 8 س، هتعوض عن السين بكام يا جماعه؟ هنعوض عن السين بايه؟ بصفر، يبقى جتا ايه؟ 8 في صفر بصفر، جتا صفر بواحد، 1 زائد 1 بكام؟ ب2، يبقى على ايه؟ 8 تربيع على 4 في نص، 8 تربيع اللي 64 على 4 في نص، تطلع ب 64 على 8، تطلع الناتج بكام؟ ب8، يطلع الناتج في الاخر بكام؟ ب8. طب تمام، يعني الناتج هنا ب8. تعالوا السؤال اللي بعده. والله انا معلمك ازاي تجيب الكلام ده كله بالاله الحاسبه، وفي نفس الوقت السؤال لو جالك اختياري اعمل الكلام ده على الاله الحاسبه، ما جالكش اختياري ما تعملش حاجه على الاله الحاسبه، انت حر، روح في داهيه بقى. كمان ايه، انا بعلمك ليه خطوات. افرض جالك مجهول، لازم انا اطبق خطوات. جالك السؤال ده اختياري بس جالك فيه مجهول، هتبقى تعمل ايه؟ تقعد تلطم تقول يا ريتني كنت اتعلمت ازاي بتيجي، وبقعد الطم بقى. السؤال ده مهم، 14 و15 مهمين، و15 اهم من 14. طيب 14 بيقول لك انها 1 على س، اديناها لما السين تقول لي الما لا نهايه 1 على س جذر 4 س تربيع زائد 5 زائد جذر 9 س تربيع زائد 7. تمام يا عم زي الفل. وبعدين والله ان كان عندنا قانون كان بيقول لك انها لما السين تقول لي الما لا نهايه، السين تقول لي الما لا نهايه 1 الف على س والسينون، الكلام ده كان بيساوي صفر. او لما السين تقول لي الما لا نهايه الف س اس سالب نون، الاس لما كان يبقى سالب بيعمل ايه؟ بتنزل المقام باس ايه؟ موجب، يعني كانها بتساوي اصلا الف على س اس نون، يعني الكلام ده برضو بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. تمام يا عم. طيب دي القانون كان بيقول لي كده، فده اول ما اشوف بقى ايه؟ كنت بقول لك اي حاجه على ايه؟ على س بصفر، لما السين ايه؟ تقول لي الما لا نهايه. طب بص بقى، الواد اول ما اشوف دي يقوم متجنن بقى، 1 على س، 1 على س اي حاجه لما السين تقول الما لا نهايه بصفر يبقى صفر، صفر في اي حاجه بصفر، انت هتجيبها صفر وتاخد بيج زيرو، بيج زيرو هتاخد صفر، يعني انت هتجيبها صفر تاخد صفر. والصفر والله يعني السؤال دوت كان موجود في كتاب برضو المعاصر، وكنا برضو موجود في النماذج اللي احنا حليناها. تمام، والله الاسئله دي من الاسئله المهمه وحلوا معاك والله يوم ما كنت بشرح. فيا حبيبي ركز، قلت لك طبعا الكلام ده غلط، هتعمل ايه؟ هتدخل لي ده تاني، الواحد اس س ده اصلا هتنضرب جوه، هتتوزع في القوس كله، في القوس كله. طيب 1 على س لما تيجي تخش تحت الايه؟ تحت الجذر. انا لما كنت اقول لك جذر ايه؟ س تربيع، كنت بتقول لي بكام؟ بس. طب لما الكلام ده بس، طب السين عايز ادخلها تحت الجذر تاني، بعمل ايه؟ بديها درجه الجذر، ده جذر تربيعي بديها تربيع، جذر تكعيبي بديها تكعيب، وهكذا. طيب ده ايه؟ جذر تربيعي، فدي س هتخش تحت الجذر بايه؟ بس تربيع، يبقى ادي لما السين تقول لي الما لا نهايه، ادي جذر 4 س تربيع على س تربيع زائد 5 على س تربيع زائد جذر 9 س تربيع على س تربيع زائد 7 على س تربيع. بس يا عم يلا، س تربيع تروح مع الس تربيعي، واي عدد على س لما الس تقول الما لا نهايه بكام؟ بصفر، يبقى 4 زائد صفر بكام؟ بجاي ايه؟ ب4، جذر 4 بكام؟ ب2 زائد س تربيع تروح مع س تربيع، اي حاجه على س بصفر، جذر 9 بكام؟ ب3، يبقى ناتج 2 و3 كام؟ يطلع 5. الناتج كام؟ 5 مش صفر. طيب طب السؤال ده مهم ليه؟ السؤال ده مهم، انت عارف لو كان كمل لك هنا الجذر على البتاع كلها كان الناتج يبقى ما لا نهايه عادي. كنت بقول لك ايه؟ بتروح تشوف لي اكبر ايه؟ اس موجوده على السين، تمام؟ او انت كنت تقول لي بقى السين هنا تروح مع السين ايه، وتقول لي يبقى جذر س تربيع بس، وتعوض عن السين بايه؟ يبقى الناتج ما لا نهايه، ما علينا. طب الكلام ده بقى هنا
هيجي ازاي؟ هنا هنعمل ايه؟ هنا دي الحاله الوحيده اللي فيها ضرب في المرافق في الما لا نهايه. الحاله الوحيده اللي فيها ضرب في المرافق في الما لا نهايه. طيب ركز بقى معايا يا حبيبي. ادينا لما السين تقول لي الما لا نهايه جذر س تربيع زائد س ناقص س بالضرب في المرافق، هتضرب فوق وتحت في المرافق. تمام، يلا يبقى جذر س تربيع زائد س ناقص س بره على جذر س تربيع زائد س ناقص س. جذر في جذر في جذر كان يديني ما تحت الجذر، يبقى س تربيع زائد س سالب س في سالب س بموجب س. تمام تربيع. طيب يلا، ودي زائد يا جماعه معلش، يعني المفروض هنا اصلا ناقص س تربيع على، يبقى لك هنا تحت ايه؟ جذر س تربيع زائد س ناقص س. س تربيع تروح مع س تربيع، يبقى لك هنا الكلام ده بيساوي س على جذر س تربيع زائد س ناقص ايه؟ او زائد معلش، في هنا زائد ايه؟ س بره. تمام، عشان العدد هنا ايه؟ بنغير الاشاره عشان احنا بنضرب في المرافق. تمام. طيب زائد س هنقسم ايه؟ بالاسم بسطا ومقاما على ايه؟ على س. بنقسم بالبسط والمقام على س، وقلنا لما بنيجي نقسم على س السين تخش تحت الجذر ايه؟ ايه؟ بدرجه الجذر. ده جذر تربيعي بتخش تحت الجذر س تربيعي، جذر تكعيب بتخش تحت الجذر س تكعيب، جذر رابع تخش تحت الجذر بس اس 4 وهكذا. طيب هنقسم فوق وتحت على س. تمام، هنقسم هنا على س، هنا على هتخش تحت الجذر بقى، يبقى هنا س ايه؟ تربيع، وهنا كمان س تربيع. طيب وهنا برضه هنقسم هنا على س عشان دي بره الجذر، دي ايه؟ س تربيع تروح مع س تربيع، السين تروح مع التربيع بقى لك 1 على س، اي حاجه على س بصفر، الناتج هنا 1. س تروح مع السين يبقى لك 1 زائد 1 2. س ايه؟ تروح مع السين يبقى لك ايه؟ 1 على 1 زائد 2 اللي هي 1 على 2، الناتج بكام؟ الناتج بنص. الناتج بنص. طيب السؤال اللي عليه الدور، السؤال عليه الدور حلو، السؤال عليه الدور حلو. بيقول لك يعني السؤال دوت يجي للعلم، انما الادب لا، يجي ما يجيش للادب عشان في داله عكسيه، عشان في داله عكسيه. بيقول لك اذا كان داله احاديه كثيره حدود ونهى لما دلت س تقول لي الاثنين بتساوي 3، يعني انا معايا نهايه الداله لما س تقول لي الاثنين بتساوي 3، يعني ايه؟ يعني لما اعوض بالاثنين الناتج هيديني ايه؟ 3. يعني لما اعوض عن الس ب2 الاحداث الصادقه هيكون ايه؟ 3. خليك بس عارف النقطه دي. طيب فإن نهى د أس سالب 1 س، نهى د أس سالب 1 س لما السين تقول لي ايه؟ للثلاثة، لما السين تقول لي الثلاثة. يعني انا دلوقتي عايز نهايه الداله العكسيه لما اعوض عن السين ب3. طب ما تجيب لي كده الداله العكسيه، مش انت معاك هنا زوج ايه؟ مرتب من الداله نفسها، هات لي الزوج، هات لي ايه؟ عايز بقى اجيب الداله العكسيه، اجيب اي حاجه في الداله العكسيه، هات لي هنا كده. لو انا جيت ايه؟ اودي ده هناك في الداله العكسيه، ده في داله س، عايز اودي ايه؟ الداله العكسيه، كنت بودي ايه؟ بشيل السين احط مكانها صاد والصاد مكانها س. طب ده احداث سيني وده احداث صادي، يبقى ده 3 و2، ده اللي هو في ده اس سالب 1 ايه؟ س، ده الاس سالب 1 س. طب هو عايز نهى لما السين تقول لي 3 ده الاس سالب 1 س، لما اقعد يعني عن السين ب3 في الداله العكسيه يبقى الناتج كام؟ الناتج 2. مساله حلوه، مساله حلوه. السؤال عليه الدور، سؤال رقم 17 بيقول لك داله س بتساوي، دي بقى داله ذات فرعيه اللي هنجيب فيها نهايه ايه؟ يمين وشمال. س ناقص 3 لكل اس 6 ناقص 1 على س ناقص 4. لسه حالين سؤال شبه ده حالا، لسه معلمك ازاي تجيب النهايه بتاعتها. احنا هنجيب لها النهايه برضو حالا عشان تبقى عارف. يعني انا لسه معلمك، شفت س ناقص 4 دي لسه قايلها لك، وكانت ديت س ناقص 3 لكل تربيع ناقص 1. انا فاكر السؤال لو انت مش فاكر. المساله دي بقى ممكن تجي لك مقالي، فهتكتبها زي ما انا بكتب بالخطاب بالظبط، بالظبط زي ما انا بكتب اكتب. قال لك هنا لما الس تكون اكبر من الاربعه وس زائد 2 لما الس تكون اقل من الاربعه، عايز نهايه داله س لما الس تقول للاربعه. تعالى بقى هروح اجيب النهايه اليمنى والنهايه اليسرى، حاجه اسمها نهايه يمنى ويسرى. طيب هنجيبها ازاي؟ تيجي تقول له اهو ده 4 موجب اللي هي بتساوي نهى لما السين تقول الاربعه موجب كده. يعني انا هجيب نهايه الايه؟ نهايه الداله ديت بتاع ايه؟ يمين. موجب دي معناها يمين، يعني هجيب النهايه اليمنى. ايه اليمنى دي بقى؟ اليمنى اللي فيها تكون السين اكبر من، يعني السين اكبر من ايه؟ السين اللي هتكون اكبر من الحاجه ديت هي اللي انا هروح ايه؟ اجيب ان ايه؟
النهايه عندها اليمنى. طيب السين اكبر من الاربعه، يبقى هات لي يلا، يبقى تاخد الفرع ده تجيب النهايه بتاعته، يبقى س ناقص 3 الكل اس 6 ناقص 1 على س ناقص 4. انا لسه حالا قايلها لك اهو، انت بتكتبها له زي ما هو، انت مش شرط تكتب له على طول النواتج، لا بتساوي، انت تكتب له بص بالتفصيل الممل، بتساوي ادينا لما الس تقول الاربعه موجب اهو، س ناقص 3 الكل اس 6 ناقص 1 على س ناقص 3 ناقص 1، وتقوم رايح جاي ايه حاطط لي هنا الاس الواحد، قلنا نقدر ندي اي اس عشان نشتغل نهايه بالقانون، بتساوي يلا نطبق بقى نهايه بالقانون، بتساوي بقى الاس اللي فوق 6 على الاس اللي تحت اللي هو 1 في 1، الاس اللي فوق ناقص اللي تحت 6 ناقص 1 اللي هي بكام؟ ب5. وقلنا ايه 1 اس اي حاجه عموما بكام؟ ب1، يعني 6 على 1 ب6 في 1 يبقى الناتج بكام؟ ب6. بتكتب له كل حاجه بالتفصيل الممل، عشان بص انا عايز اكتب له كل حاجه علشان ما يجيش يتلكك لك على حاجه يقوم منقصك على نص درجه درجه، احنا مش عايزين حاجه تقع منك. هتروح تجيب له ايه؟ نهايه الاربعه شمال بتساوي اديناها لما السين تقول لايه؟ للاربعه سالب اهو، السالب دي معناها ايه؟ الاربعه ايه؟ النهايه اليسرى للاربعه. طيب هتيجي تكتب لي الداله بتاعتي اللي هي س زائد 2 بتساوي اهو، هتعوض لي يلا بالاربعه، يبقى 4 زائد 2. واحد يقول لي انا هعملها في دماغي على طول ب6، يبقى اعمل في دماغك، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 6 اهو. قول له بما اهو دلوقتي انا طلعت ان النهايه اليمنى بتساوي اليسرى، طالما النهايه اليمنى بتساوي اليسرى استنتج ايه؟ استنتج ان نهايه الداله بتساوي الايه؟ بتساوي 6. طالما النهايه اليمنى بتساوي النهايه اليسرى بتساوي 6، اذا الداله ليها نهايه واللي هي ايه؟ ب6 اهو. اقول له بما ان نهايه داله س لما الس تقول الاربعه موجب بتساوي نهى برضو داله س لما الس تقول الاربعه اهو سالب، اذا نهايه داله س لما الس تقول الاربعه تمام بتساوي كام؟ بتساوي 6. وانا هكتب له برضو ان ايه؟ نهايه داله س ايه؟ اليمنى بتساوي ايه؟ النهايه اليسرى بتساوي 6، اذا الايه؟ النهايه بتاع الداله كلها بتساوي كام؟ بتساوي 6. تمام تمام يا عم. السؤال لو جه مقالي هتكتبها له كده، هتكتبها له كده. تعالى السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بصوا يا جماعه، والسؤال اللي معلش اللي قبله ده كان عندي الايه؟ العلمي بس، لو انت ادبي عدي. السؤال اللي بعده بقى بتاع الادبي هيكتب لي عنده المجال، هيكتب لي عنده مجال الداله. بتاع العلمي هيكتب لي عنده الاتصال، هيجيب لي الداله دي متصله عند ايه. طيب وفي الحاله ديت هيبقى المجال هو يا جماعه الايه؟ بتاع الاتصال، ابحث الاتصال يعني هو المجال في الحته دي في الجزئيه دي. طيب الاتصال يعني انا عايز اعرف الداله معرفه عند ايه؟ عند هات لي كل النقط اللي الداله معرفه عندها. طيب انا عشان هنا بايه؟ بس لقيت س عندي في المقام، يعني انا مش عايز المقام بتساوي ايه؟ بيساوي صفر، وهعمل ايه؟ خد المقام يبقى س ناقص 1 ناقص 3 الكلام ده بيساوي صفر، يبقى القيمه المطلقه لس ناقص 1 ناقص الكلام ده بيساوي 3. طب وبعدين قيمه مطلقه بتساوي، هاخدها مره بالموجب ومره بالسالب، يبقى س ناقص 1 مره بتساوي 3 ومره س ناقص 1 بتساوي سالب 3 اهو. عدي يلا هناك، يبقى هنا الس ب4، هنا الس بتساوي سالب 2، يبقى اهو الداله دي متصله عند س تنتمي لح فرق المجموعه 4 وسالب 2. بس يا عم بس، والله ما في حاجه تاني. كذلك المجال، مجال الداله دي برضه هو ح فرق المجموعه 4 وسالب 2، وبالمره برضه رجعنا لك برضه ايه؟ حكايه القيمه المطلقه جبناها لك دخلناها في سؤال، يعني يقدر يربط كل حاجه ببعضها في المنهج بتاعك، يقدر يربط لك كل حاجه في ايه؟ ببعضها. طب تعالى بقى للسؤال اللي بعده، سؤال حلو، سؤال والله يا جماعه الاسئله دي حلوه وكويسه وتيجي في امتحان ومتوقع ان هي تيجي في امتحان. طيب بقول لك داله س بتساوي س تربيع ناقص ا س زائد 2 ب لما السين تكون اقل من الاثنين. شوف بقى حته ايه؟ اكبر من الاثنين وسين اقل من الثلاثه. ركز بقى بالله عليك، لما السين هنا ايه؟ اكبر من الاثنين. طيب و2 س زائد 2 لما السين تكون تنتمي لايه؟ لح في ايه؟ فرق الاثنين والثلاثه. بيقول لك فان ا وب بيساوي ايه؟ يعني داله س معاك بتساوي الكلام ده، فان ا وب بيساوي ايه؟ وقال لك الداله ديت ايه؟ معرف، يعني ايه؟ لها نهايه، يعني نهايه الداله ديت موجوده. تعالى بقى يلا، تعالى يلا نشتغل. يلا يا عم نشتغل.
هنعمل ايه؟ هتجيب لي النهايه اليمنى. تعالى هات لي النهايه اليمنى كده، اديناها. بس انا هشوف ايه بقى هنا. انا عندي هنا ايه؟ س اكبر من الاثنين. هنا س تنتمي لايه؟ لح. انا هنا عندي س اكبر من الاثنين، صح؟ انا هشتغل على الاثنين مش هشتغل على الثلاثه. هشتغل على الاثنين. س اكبر من الاثنين. س اكبر من الاثنين، يعني قلت لك امتى تكون الس اكبر؟ س اكبر يعني نهايه يمنى، صح؟ يبقى نهايه داله س، تمام؟ اهو تقول له داله 2 موجب اللي هي بتساوي نهى لما السين تقول لي الاثنين على موجب كده. هاخد اني بقى واحده فيهم، الهن اللي فيها 2 موجب اهو، اهي دي س اكبر من الاثنين، يبقى ايه؟ هتعوض لي بالكلام ده اهو. يبقى س تربيع ناقص الف س زائد 2 ب. هتشيل السين تحط مكانها ايه؟ 2، يبقى 2 تربيع ناقص هتشيل السين تحط مكانها ايه؟ 2، يبقى 2 الف زائد 2 ب. طيب 2 تربيع بكام؟ ب4، يبقى 4 دي عندك كام؟ ناقص 2 الف زائد 2 ايه؟ ب. لحد هنا تمام زي الفل. طب وبعدين؟ تعال هات لي هنا السين. انا جبت نهايه ايه؟ داله 2 ايه؟ اليمنى. تعالى بقى هات لي النهايه اليسرى. يبقى دي داله س اهو، او هات لي النهايه ايه؟ اللي هي داله 2 سالب اهيت بتساوي نهايه لما السين تقول لي الاتنين سالب اهو. عوض لي يلا، عوض لي، عوض هنا كده. يبقى 2 س زائد 2. ما تعوضش على طول في قلب الحاجه على طول كده وتقول ان على طول الناتج بيساوي كذا، لا. يبقى 2 في 2 زائد 2، 2 في 2 بكام؟ ب4 زائد 2 بكام؟ ب6. طب مش هو قال ان النهايه موجوده؟ يعني النهايه اليمنى بتساوي اليسرى، يعني الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 6. يبقى 4 ناقص 2 الف زائد 2 ب، الكلام ده بيساوي 6. ليه؟ لان النهايه موجوده. طبعا تمام. وبعدين تعالى مره بقى ناخد الاربعه. احنا جبنا الاثنين موجب وايه؟ ان جبنا النهايه ايه؟ السين لما السين تقول الاثنين موجب يعني يمنى يسرى. تعالى هات لي الثلاثه. هنا س اقل من الثلاثه، يعني معناها ايه؟ نهايه، يعني ايه؟ النهايه اليسرى للثلاثه اللي هي بتساوي انها لما السين تقول لي الثلاثه سالب اهو. تمام. عوض لي يلا. فين اللي فيها ايه؟ 3 سالب اهي. س تربيع ناقص الف س زائد 2 ب اللي هي بتساوي كام؟ 3 ايه تربيع اللي هي ب9 ناقص 3 الف زائد 2 ب. طب هات لي بقى ايه؟ النهايه ايه؟ داله ايه؟ 3 يمين، يبقى داله 3 يمين. انا دي لقيتها شمال، يبقى اكيد الثانيه دي يمين على طول، اللي هي بتساوي نهى لما السين تقول لي 3 موجب. عوض لي يلا اللي هي 2 س زائد 2، يبقى 2 في 3 بايه؟ ب6 زائد 2 بيساوي كام؟ بيساوي 8. يبقى الكلام ده اهو 9 ناقص 3 الف زائد 2 ب، الكلام ده بيساوي 8. هتسميه المعادله دي رقم ايه؟ رقم 2، واللي انت لسه جايبها حالا دي رقم 1. وبعدين هات لي المعادله دي تحت المعادله دي اهي، اللي هي تبقى ايه بقى؟ 9 ناقص 3 الف زائد ايه؟ 2 ب، الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 8. هتضرب لي بقى ايه المعادله دي في سالب، يبقى سالب ايه؟ 4 زائد 3 الف، ولا دي ايه؟ زائد 2 الف ناقص 2 ب بيساوي سالب 6. 9 ناقص 4 كام؟ 5. سالب 3 الف زائد 2 الف بكام؟ بسالب الف. موجب 2 ايه ب تروح مع سالب 2 ب. 8 ناقص 6 كام؟ 2. يطلع الالف من هنا بكام؟ عدي هنا الالف، يطلع الالف معاك ب3. الالف بكام؟ ب3. جبت الالف ب3، عوض في اي معادله من اللي قدامك. يبقى 9 ناقص 9 زائد 2 ب بيساوي 8. 9 ناقص 9 بصفر. 2 ب بيساوي ايه؟ 8. يطلع الب بكام؟ ب4. جبت الالف ب4 وجبت الب بكام؟ معلش الب ب4 جبت الالف ب3. مسألتك خلصت يا معلم. طيب السؤال يا جماعه رقم 19 اللي احنا حليناه ده كان عند الايه؟ العلم بس. طيب السؤال عليه الدور علم وادبي. بيقول لك السؤال ده حلو وكويس، وهعرفك ليه كويس حالا. انت يتهيألك ان هو سهل بس تقع فيه. بيقول لك داله س بتساوي القيمه المطلقه لس زائد 2 ناقص 2. اوجد مساحه المساحه المحصوره بين منحنى الداله ومحور السينات. طب تعالى نرسم. هات لي نقطه راس المنحنى هنا كده بكام؟ اللي هو صفر القيمه المطلقه س زائد 2 بيساوي صفر. يبقى الس بكام؟ بسالب 2. يبقى سالب 2 واللي بره كام؟ سالب 2. يبقى نقطه راس المنحنى بتاعتي كام؟ سالب 2 وايه؟ و2. ادي اعمل المحاور بتاعتي. فين السالب 2 و2؟ والله دي السالب 2
انا ما برقمش المحاور، انا ما برقمش محاور، دي سالب 2 يعني دي النقطه بتاعتي اهي. طب يا ترى بقى الرسمه الاعلى ولا الاسفل؟ ارجع، انت قيمه مطلقه موجب ولا سالب موجب؟ يبقى لنا ايه؟ الرسمه الاعلى. طيب ادي يا عم ايه؟ جزء، وده الجزء الثاني بيمر بايه؟ بيمر بنقطه الاصل. طب ايه اللي عرفنا ان هو بيمر بنقطه الاصل؟ انت اول ما تروح تعمله هتقوم عامله كده وخلاص. انا خليته بقى يمر اهو بنقطه الاصل، لانه فعلا لازم يمر بنقطه الاصل. المفروض اصلا انت ما ترسمش ده اصلا، المفروض انت مش هترسم الجزء دوت، هترسمه امتى؟ لما تروح انا دلوقتي ايه؟ ليه انا هقطع محور الصادات، فانا عايز اعرف هقطع فين، فهعمل ايه؟ هتعوض عن الصاد. عايز اقطع محور ايه؟ هقطع محور الصاد، هتعوض عن السين بصفر. عوض لي هنا كده عن السين بصفر. اما تعوض هنا عن السين بصفر، صفر زائد 2 بالقيمه المطلقه ل2 بكام؟ ب 2. 2 ناقص 2 بصفر. يبقى هقطع فين؟ لما تكون الصاد بصفر. فين الصاد بصفر؟ هنا. يبقى همر بنقطه الاصل. شفت بقى؟ شفت دي بقى اللي توقعك، ان انت مش هتخليها اصلا تمر بنقطه الاصل، ان انت اصلا تروح تعملها كده وخلاص، وتقعد بقى في الامتحان عمال تلطم. لذلك بقول لك وانت بترسم هات لي دايما قبل ما ترسم ايه الجزئيه دي، لازم نشوف الاول هيقطع فين، وبعد كده تبقى تخليه يمر بقى براحته. طب ماشي، عرفنا دي يا عم. طيب قال لك ايه؟ ده الارتفاع اهو، ده هيبقى بقى ايه؟ وعايز المساحه بقى المحصوره بين الايه؟ يعني عايز المساحه دي كلها بتاع المثلث دوت. طب هنجيبها ازاي؟ بص يا حبيبي، انت هنا ايه؟ قيمه عندك صد هنا بايه؟ بصفر. لما كانت السين بكام؟ عايز اعرف بقى لما كانت السين بكام. وهنا برضو كانت هنا الصاد بصفر، لما كانت السين برضو كانت بكام؟ طب بص بقى، هنا كانت الايه؟ لما كانت السين بصفر جابت لي الرقم دوت. طب المره دي بقى هنا السين بايه؟ بتساوي رقم بس الناتج برضو بصفر، فاعمل ايه؟ هنا لما عوضت هنا عوضت عن السين بالموجب، صح؟ تعالى بقى خد لي بقى ايه؟ ما بدخل القيمه المطلقه يبقى س. انا مش هنا قطعت ايه؟ عايز اجيب النقطه ديت، نقطه تقاطع الايه؟ الداله مع محور السينات. يعني عايز اجيب النقطه دي بكام؟ هجيبها ازاي؟ محور السينات صح، اعوض عن الصاد بصفر، يبقى س زائد 2 ناقص الايه؟ 2، الكلام ده بيساوي صفر. يبقى القيمه المطلقه لس زائد 2 بيساوي 2. هاخدها مره بالموجب ومره بالسالب، يبقى س زائد 2 بيساوي 2، وس زائد 2 بيساوي سالب 2. من هنا والله السين هنا تطلع بتساوي صفر، وهنا تطلع السين بكام؟ سالب 4. طب ما انا عندي هنا فعلا ايه؟ لما كانت داله بصفر قطع هنا اهو بصفر، ولما كانت هنا السين بقى ايه؟ بصفر، جه هنا عند السالب 4. يبقى النقطه دي سالب 4. يبقى الجزء ده كله كام؟ طوله، انا بنتكلم على طول بقى اهو، اطوال مفيش سالب، ده كله 4. طب والارتفاع؟ بص يا حبيبي، مش النقطه دي هنا 2؟ يبقى الجزء ده كله طوله كام؟ طوله كام؟ طوله 2. طب ده 2 وده 4، مساحه المثلث بيساوي ايه؟ ما ده الارتفاع اهو، نص طول قاعده في الارتفاع، يعني نص في 2 في الارتفاع اللي هو 4، يطلع الناتج كام؟ 4 وحده طول. ده ايه سؤالك؟ تعالى للسؤال اللي عليه الدور. السؤال عليه الدور بيقول لك ركز بقى يا حبيبي يلا. 21 لوغاريتم س ناقص 1 بيساوي صفر. عايز مجموعة حل المعادلة. عايز مجموعة حل المعادلة. والسؤال الثاني اهو لوغاريتم س ناقص 1 بيساوي صفر. بس هنا حاطط لك قوس، هنا مش حاطط لك ايه؟ قوس. عايز برضه مجموعة حل المعادلة، كاتبهم لك الاثنين قبال بعض. ادي يا عم لوغاريتم س ناقص 1 بيساوي صفر، وادي لوغاريتم س ناقص 1 بيساوي صفر. يا حبيبي انت هنا ايه؟ س ناقص 1 هتجيب لي ايه؟ اللوغاريتم الايه؟ للس ناقص 1، انما هنا لوغاريتم س، انما الواحد اصلا هنا ايه؟ مش معاك، فده الفرق بين ايه؟ بين القوس. فهتعمل ايه؟ يبقى هنا ايه؟ المفروض في هنا 10، يبقى 10 اس صفر بكام؟ بواحد. او انت على طول كان عندك قاعده كانت بتقول لك ايه؟ لوغاريتم 1 تمام لاي اساس، ايا كان ايه بقى؟ بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يعني لو لقيت الناتج ايه بتاع اللوغاريتم بيساوي صفر، اعرف ان ايه؟ الكلام ده هنا بكام؟ بواحد. طيب يبقى س ناقص 1، يبقى س ناقص 1 الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي 1. يبقى السين بكام؟ السين ب 2. طب من هنا لا يا حبيبي انا عايز اجيب لوغاريتم س بس، يبقى لوغاريتم س هتعدي هناك الواحد باشاره مخالفه، الكلام ده بيساوي 1. المفروض فين 10؟ يبقى 10 ايه؟ اس 1 تمام. الغي بقى اللوغاريتم، يبقى 10 اس 1 اللي هي بكام؟ ب 10 بتساوي س. يبقى السين بكام؟ ب 10. س هنا ب 2، هنا السين ب 10. ركز ركز. طيب ماشي. بيقول لك لوغاريتم 64 للاساس القيمه المطلقه س زائد 2 بيساوي 3، فان مجموعه حل المعادله بتساوي ايه؟ بصوا يا حبيبي، ادي يا عم لوغاريتم 64 القيمه المطلقه س زائد 2 الكلام ده بيساوي 3. الغي اللوغاريتم،
يبقى س ايه القيمه المطلقه س زائد 2 الكل اس 3 تمام بيساوي 64. خد الجذر التكعيبي للطرفين يبقى س زائد 2 بيساوي ايه؟ بيساوي 4. طب وبعدين حل معادلات قيمه مطلقه زهقنا منها مره موجب مره سالب س زائد 2 بتساوي 4 س زائد 2 بتساوي سالب 4. من هنا هعدل 2 تطلع السين هنا بكام؟ ب 2. من هنا السين تطلع سالب 6. مجموعه حل المعادله كام؟ 2 وسالب 6. طيب تقول لي ازاي يا عم ما ينفعش احط هنا السين بسالب انت حمار؟ اقول لك يا حبيبي انت اللي حيوان وايه جزمه. ركز هنا في هنا قيمه مطلقه فمهما كانت قيمه س دايما الناتج هيطلع ايه؟ دايما الناتج موجب. طيب ماشي خلاص ده اخر ايه حاجه معاك اهو. تعالى للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك مدى الداله هوبا داله س بتساوي س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2. والله العظيم وانا بشرح الدرس والله قايل السؤال دوت بس ما كانش س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2 كان س تربيع ناقص 1 على س ناقص 1 واكدت عليه بمثال تاني س تربيع ناقص 9 على س ناقص 3. انا فاكر لو انت مش فاكر انا فاكر. طيب ادي يا عم س تربيع ناقص ايه؟ 4 على س ناقص 2. معاك داله س بتساوي س تربيع ناقص 4 على س ناقص 2. قال لي المدى يا حبيبي هو ايه؟ ايه المدى؟ هو انا عايز مدى الداله. واحد يقول لي طب انا اعرف اجيب المجال ح فرق اصفار المقام يبقى انا ح فرق هنا اصفار المقام يعني خد المقام سالب صفر يبقى الس بكام؟ الس ب 2 على طول اهو تمام ح فرق الاثنين. بس انا اعرف اجيب المدى. طب المجال اعرف اجيب المجال انا ما اعرف اجيب المدى؟ يقول لي ما اعرفش. ما بتعرفش ليه يا حبيبي؟ هو انت حمار؟ هو انت مش واخد تعريف المدى ولا انت مش واخد تعريف المدى؟ تعريف المدى بيساوي ايه؟ تعريف المدى هو صور المجال. طب صور لي المجال صورة الح يبقى اهو صورة المدى بيساوي صورة الح هي ح. طب صورة بقى الاثنين بتساوي ايه؟ صورة الاثنين هتروح تختصر لي الدالة هتحلل لي فوق يا حبيبي اللي هي س ناقص 2 في س زائد 2 على س ناقص 2. س ناقص 2 تروح مع س ناقص 2 يبقى لك س زائد 2. اما هو عايز ح فرق الاثنين صور لي الاثنين يلا شيل الس حط مكانها 2 2 4 يعني ح فرق المجموعه ايه؟ 4. المدى ح فرق المجموعه 4. تمام بس والله هو ده الكلام هو ده والله. شايف يعني انا مش شايف صعوبه بالغه يعني في الامتحان ولا حاجه. السؤال اللي بعده عشان انا ان شاء الله اصلا داله س بتساوي 5 س زائد ب هي داله عكسيه. لو انت ادبي عدي السؤال للداله ر س بتساوي ج س زائد 4. انا حلل معاك السؤال دوت وانا بشرح السؤال ده موجود كتاب المعاصر اول صفحه. كان الناتج كمان يا رب كان بسالب 4 كمان افتكر يعني مش فاكر والله سالب 4 او 4 حاجه شبه كده. ما علينا هنحل حالا ونشوف. طيب هو قال ان داله س هي الداله العكسيه لر س يعني هي اصلا هي الداله العكسيه لايه؟ تمام اهو هي داله عكسيه لر س يعني قال لي اصلا ان داله س هي الداله العكسيه بتاع الر س. طب ما تيجي تجيب الداله العكسيه بتاع داله س وسواها بالر س. طب يلا هات لي الداله العكسيه بتاع الداله س. كنا بنجيبها ازاي؟ والله انت اصلا معاك داله س اهو بتساوي 5 س زائد ب. معاك الر س بتساوي كام؟ ج س زائد 4. طب تعالى بقى ركز معايا يا حبيبي يلا ركز معايا هات لي يلا ده الاس سالب 1 س الداله العكسيه. طيب هنشيل بقى السي قلنا الصاد نحط مكانها س والسين نحط مكانها صاد دي زائد ب تمام. وبعدين يبقى 5 صاد بتساوي س ناقص ب يبقى الصاد بتساوي كام؟ س ناقص ب على 5 س ناقص ايه؟ ناقص الب على 5 يعني ايه؟ يعني كانها س على 5 ناقص ايه؟ ب على 5 وركز كده تمام س على 5 ناقص ب على 5. طب وبعدين هو قال لي بقى ايه؟ هشيل الصاد قلنا بنشيل الصاد في الاخر نحط مكانها د اس سالب 1 س. طب هو قال لي اصلا ان الداله العكسيه لداله س بتساوي الر س. طيب يلا يبقى هتاخد لي الكلام ده س على 5 ناقص ب على 5 بيساوي ج س زائد 4. طب هعمل ايه؟ يبقى الج س بتساوي س على ايه؟ 5 يبقى س على 5 بتساوي ج س. الس تروح مع السين يبقى لك الايه؟ الجيم بتساوي 1 على 5. طب يلا يبقى هنا ايه؟ عندك هنا سالب ايه؟ ب على 5 بتساوي 4.
طب وبعدين يبقى السالب ب بتساوي 5 في 4 بايه؟ ب 20. هو عايز ب في سالب ايه؟ هنا ايه؟ يبقى الب بتساوي سالب 20. هو عايز الب في الجيم، يبقى خمس في سالب 20 اللي هي نطلع الناتج بكام؟ سالب 4 زي ما قلت فعلا الناتج بسالب 4. طيب السؤال اللي بعده يلا. السؤال ده حلو والله، حلو كويس والله، السؤال ده كويس جميل. سؤال على اللوغاريتمات. دالة س او معلش على الاسس يعني كمان يا رب. دالة س بتساوي ا اس س. معاك دالة س اهون بتساوي ا اس س. بقول لك لما كانت ا اكبر من واحد كان يقترب خطها البياني من ايه؟ بص بقى يا حبيبي، تعال نرسم تعال نرسم. هو لما كانت الالف تبقى ايه؟ اكبر من واحد، كانت الرسمه بتيجي منين؟ من والله كده الرسمه كانت بتيجي كده اهو اهو، من اليمين ايه للشمال بقى. بتبص بص في فرق اهو، في فرق بس فرق بسيط، لكن هي اصلا ما بتلمس المحور. هي قريبه من المحور، هي ايه؟ قريبه من المحور لكن ما بتلمس المحور. تمام؟ ما بتلمس ايه؟ المحور. طيب يلا مكملين. وكنت دايما كنت بقول لك بتقطع هنا الايه؟ في النقطه صفر وواحد، صفر وايه؟ وواحد. تمام يا عم. بتقترب بقى من ايه بقى؟ بتقترب منين؟ من الجزء الهون السالب لمحور السينات. يعني تقترب اهو، يبقى الداله دي تقترب خطها البياني منين؟ الجزء السالب لمحور السينات، او الجزء السالب لمحور السينات اهو. مش ديت هنا س اهو شرطه اهو، ودي واو اهو. يبقى تقترب منين؟ تقترب من او بدل الجزء ايه؟ السالب لمحور السينات واو س شرطه. تمام يا عم، دي كلها معاني واحده. طيب سؤال رقم 28 بقى. سؤال رقم 28 ده حل معادله قيمه مطلقه بس من الدرجه الثانيه بقى، اللي ايه هو؟ ده مكايد س تربيع ناقص القيمه المطلقه لس بيساوي ايه؟ 12. عايز حل الايه؟ المعادله بتاع القيمه المطلقه. بص يا حبيبي، انا اتوقع ان ممكن يجي لك قيمه مطلقه مقالي، لان انت عندك الوحده الاولى على الجبر كلها جالك عليها سؤال مقالي، والتفاضل كله جالك عليه سؤال مقالي، سؤال. طيب الوحده الثانيه بتاع اللوغاريتمات والاسس مش جايه مقالي، فانا بقول لك في الاحسن جرب الاختيارات في الاسس واللوغاريتمات والكلام دوت. طيب س تربيع ناقص القيمه المطلقه لس بيساوي 12. الكلام ده هينحل ازاي؟ بص يا حبيبي، مش عندي قيمه مطلقه صح؟ بعمل ايه؟ باخد مره الس موجب مره الس سالب، فبقسم بقى اهو. طب لما اخد السين موجب، يعني ايه هاخد السين موجب؟ يعني السين ايه السين موجب ديت؟ يعني السين اكبر من الصفر، السين مالها اكبر من الصفر. يبقى اهو هناخد السين هنا المره دي ايه؟ موجبه، يبقى س تربيع ناقص س، مع السين هتطلع موجب من ايه؟ من القيمه المطلقه. الكلام ده ايه؟ هتعدي هناك ال 12 باشاره مخالفه، يبقى ناقص 12 بيساوي صفر. حلل. تمام؟ تطلع من هنا السين انت بتحلل على الحاسبه، وهتحلل هنا في البتاع عشان لو كتبت اشاره غلط ان الراجل هيديها هينقصك. فانت في السنه مفيش يوم مرحمين، فانت ايه؟ بتحلل عليها الحاسبه بتاعتك، ما تعمليش فيها بقى فزلوك وتقعد بقى تكتب بقى. يبقى اعمل اللي انت عايزه بعمله. يبقى هنا السين ب4 والسين بسالب 3. طب هنا انا كنت واخد السين مالها اكبر من الصفر، يعني السين موجبه. طب هنا الناتج اللي طلع، انا بقى اكتب بقى مجموعه الحل ميم ح. هلم بقى اللي معايا، انا هلم الحل اللي معايا. انا هنا ايه؟ خدت السين اكبر من الصفر، فانا الناتج اللي هيطلع طلع لي السين سالب 3 والسين ب4. فلما اجي اختار هختار ايه؟ هختار السين موجب، العدد الموجب اللي طلع لي هختاره. يبقى السين بكام؟ 4. واشوف بقى لو في ناتج تاني هختاره. اخد مره هنا ايه؟ هنا ما ينفعش اخد سالب 3 ليه؟ انا واخد السين موجب يعني اكبر من الصفر، فده س سالب 3 يعني اقل من السالب اقل من الصفر، فما ينفعش اختاره. فده اللي ايه؟ 4 معايا. طب وبعدين خد لي مره السين بالسالب، س تربيع. اما ايه السين تطلع بالسالب يبقى ايه؟ سالب في سالب بموجب، يبقى زائد س ناقص 12. الكلام ده بيساوي صفر. اما تروح تحل تطلع السين بسالب 4 والسين بتساوي 3. انت واخد هنا السين ايه؟ السين سالبه. يعني ايه سالبه يا حبيبي؟ يعني ايه سالبه؟ يعني اقل من الصفر. فين هنا الناتج اللي اقل من الصفر؟ السالب 4، يعني السين بتساوي سالب 4، يبقى 4 وسالب 4. طب ليه الثلاثه مرفوضه؟ الثلاثه طلعت موجب، انا عايز السين اقل من صفر. تمام؟ يبقى مجموعه الحل 4 وسالب 4. طيب ماشي، حلو كويس، مثال كويس. السؤال عليه الدور بقى. السؤال اللي انا كنت حاطه في الامتحان 29، سؤال عليه الدور اهوت. بيقول لك القيمه المطلقه لس ناقص 3 بيساوي 3 ناقص القيمه المطلقه ايه؟ لس.
والله بص يا حبيبي، لو لقيت عندك القاعده بتقول لك هيبقى كده، القيمه المطلقه ل س ناقص ا بيساوي ا ناقص القيمه المطلقه ل س، يبقى م ح مجموعه حل متباينه، يعني بتساوي ايه؟ بتساوي صفر والف، صفر والف. طب دي اهو، طب بص لي هنا كده، قارنا دول س ناقص 3 دي س ناقص ا بتساوي ا ناقص القيمه المطلقه ل س، برضه 3 ناقص القيمه المطلقه ل س، يبقى هنا مجموعه الحل ايه؟ مجموعه الحل بيساوي ايه؟ والله بتساوي صفر وايه؟ وثلاثة. تمام. عايز تجرب ارجع جرب، عوض لي هنا بالصفر، صفر ناقص ايه؟ سالب 3، صفر ناقص 3 بسالب 3، القيمه المطلقه سالب 3 ب3، عوض لي هنا عن الصفر، 3 ناقص صفر ب3، 3 فعلا بتساوي 3، عوض بقى باي رقم، عوض لي بالواحد، عوض بالاثنين، تمام، وهكذا يعني. طيب ماشي، دي القاعده عندي هي بتقول لي كده، دي اهوت، ده اهوت قاعده عندي هي مش موجوده في الكتاب، عايز تحفظها احفظها، مش موجوده في الكتاب بتاع ايه بتاعك. طيب تعالى اللي ايه السؤال اللي عليه الدور، عايز بقى تقعد بقى ترسمها لي بقى وتجيبها جبري براحتك، عايز تجيبها جبري بقى بايه بتاع ده، قصدي معلش بياني براحتك، اقعد بقى ارسم واعمل وضيع وقت بقى طول النهار. ماشي، بيقول لك ارسم منحنى الداله داله س بتساوي القيمه المطلقه س تربيع. انت مش متعود ان يكون في س تربيع داخل القيمه المطلقه، انت متعود ان في س داله خطيه، المره دي بقى جاب لك داله تربيعيه داخل القيمه المطلقه. لا ده اول ما اشوف س يا عم تربيع ناقصها تبقى س، يبقى هنا س ايه، وتروح يقول الواد بقى عمي عن التربيع، عمي عن التربيع خالص، هو متعود بقى ايه، خد ما داخل القيمه المطلقه بيساوي صفر، يبقى س بتساوي 3 بس، ومفيش حاجه بره، يبقى النقطه راس منحنى 3 وصفر. الواد بقى ايه مطمن، الواد مطمن، ما تقلوهوش يا جدعان، ما حدش يقلوه يا جدعان، سيبوه. طيب يقول لك 3 وصفر، يلا يا عم ده انا اروح ارسم. يلا يروح يرسم يا عيني، يقوم قايل لك يلا 3 وصفر، فين ال 3 والصفر؟ والله دي ال 3 والصفر هنا، يقول لك يلا هنا ايه القيمه المطلقه بعملها موجب، ارسم لاعلى. يقول لك يلا احنا ده انا عارف ان في هنا، وانا هيضحك عليا، هو انا هبل؟ لا ده انا لازم اجيب له النقطه دي كمان، هتعمل ايه؟ عوض لي عن السم صفر، يلا عوض هنا عن السم صفر، يطلع الناتج هنا بثلاثه، يبقى النقطه دي 3. الواد بقى مطمن ان هو حل صح، الكلام ده للاسف غلط يا حبيبي، انت بتعمل ايه؟ ده اللي خطيه، انت حمار يالا، انت حمار، ارجع كده، في س تربيع، ده في هنا س تربيع، تعمل عينيك تربيع في تربيع، التربيع بيقول لك انا هو التربيع ينفع اعمله خط؟ التربيع يا حبيبي منحنى. تعالى بقى، تعالى بقى لايه للمنحنى بقى بتاعك، بص دي ايه؟ ده هنعتبر ان هي داله تربيعيه عادي، داله س بتساوي س تربيع ناقص 3، كنا بنجيب نقطه راس المنحنى ازاي؟ والله صفر والعدد اللي معاك باشارته، يبقى صفر وسالب 3. تمام، يلا تعالى نرسم. فين الصفر والسالب 3؟ الصفر والسالب 3 هنا اهو، الصفر ودي السالب 3. طب الرسمه الاعلى بقى ولا الاسفل؟ ارجع للقيمه المطلقه، انت موجب ولا سالب موجب؟ يبقى الرسمه المفروض ايه؟ الاعلى. طب يلا بص بقى هنا بقى، هنا في قيمه مطلقه صح؟ طب هل ينفع لما يبقى عندي قيمه مطلقه، يا حبيبي ينفع يطلع الناتج سالب؟ ينفع يطلع قيم على صادات؟ ما هو الصادات اللي هي النواتج، الصادات دي اللي هي النواتج، لما اعوض عن السينات، هل لما اعوض هنا عن السين باي رقم ايا كان الرقم ايه، ينفع الناتج يطلع سالب؟ ما ينفعش، ليه؟ لان انا عندي ايه؟ قيمه مطلقه، فدايما اطلع الناتج موجب، فبعمل ايه؟ بروح اخلي دي كده ايه؟ متقطعه، بروح اخليها متقطعه كده اهو، وامسح دي خالص اهو من هنا، خليها متقطعه كده اهو، وهكذا اهو متقطعه كده. طب وبعدين بقوم ناقلها فوق كده، يعني بشيلها من تحت كده خليها متقطعه، واقوم ناقلها فوق، ناقلها ايه فوق اهو بس يا عم بس، وتمر بقى هنا عندك بالنقطه دي كام؟ تبقى النقطه دي عندك 3 هنا على الصدى، بس هي دي الرسمه بتاعتك. لو دي داله تربيعيه جات لك كده، تروح ترسم الداله التربيعيه عادي، والجزء اللي في السالب بتطلعه فوق في الموجب. لو كان عندك جزء في الايه، لو كان مثلا الرسمه موجوده عندك بالشكل ده كده مثلا، هتعمل ايه؟ انت عندك اجزاء في السالب عايز تطلعها، بتروح ايه تمسحها خالص اهو، تعملها ايه؟ اجزاء وهميه كده اهو، هكذا يعني. طيب وبعدين بتطلعها لي فوق بس كده، ترسم الداله كده عادي. ما علينا، تعالى يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كانت داله س بتساوي س تربيع. السؤال ده كويس، انا كنت جايبه في امتحان قبل كده. مجالها ح فرق السالب 1، فان الداله تكون ايه؟ وبرده السؤال اللي تحته
هما الاثنين لهم نفس الاختيارات، زوجيه ولا فرديه ولا ليست ايه زوجيه ولا ليست فرديه، لا غير ذلك يعني. ماشي، تعالى بقى نشوف بقى يا حبيبي. الواد متعود داله تربيعيه، داله تربيعيه، انت عارف حاجه، داله تربيعيه، داله تربيعيه على طول بتكون زوجيه، مش دايما بتكون زوجيه. هو عارف ان الداله التربيعيه بتكون زوجيه لما يبقى س تربيع بس، يعني داله س موجوده على الصوره دي كده، داله س بتساوي الف س تربيع تمام زائد الجيم. هو عارف ان الداله ايه، داله س بتساوي س ايه الف س تربيع زائد الجيم، على طول الداله دي ايه، الداله دي على طول ان هي ايه زوجيه. الله، ده داله س بتساوي س تربيع، الواد يقوم رايح جاي مختار ان هي زوجيه على طول، وهي اول اختيار اهي، يروح مختار ان هي زوجيه. طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ تعالى كمل كده يا حبيبي. يعني ايه زوجيه؟ يعني متماثله حول محور الايه الصادات. طب تعالى كده، تعالى ارسم لي الداله دي كده، تعالى ارسمها لي. يبقى داله ايه؟ صحه النقطه راس المحنه تطلع صفر وصفر، والايه معامل س تربيع موجب، يبقى الرسمه الايه الاعلى. يبقى اهو ادي الرسمه بتاعتك. بس قبالك هنا قال لك المجال بتاعها حافر السالب واحد، يعني هاجي هنا عند السالب واحد على السين اهون، هطلع اشوفها بتساوي ايه، فين القيمه بتاعتها هنا للعصادات، هقوم رايح جاي ايه شايلها، عاملها ايه مفتوحه كده. طب ليه؟ لان السالب واحد مش معايا في المجال، فهفتح النقطه ديت ايه من قدامها على الصادات. طب هنا ينفع يبقى واحد متعور واقف قدام المرايه بتاعته، يعني قدامه واقف قدام المرايه راسه متعوره، يبان ورا المرايه ان هو مفيش حاجه في دماغه؟ طبعا الكلام ده غلط. ليه؟ اصل في هنا فتحه، لازم يبقى الفتحه دي ايه كمان موجوده هنا، بس قال ان هي مش موجوده، وقال لي حافر السالب واحد. طبعا الكلام ده ايه مش الكلام ده غلط. تمام، فالداله ديت ايه مش متماثله حول محور الصادات، يبقى ايه ليست زوجيه وليست فرديه. طب تعالى اللي بعدها، قال لي حافر الموجب وسالب واحد. طب يا عم ماشي، يعني ايه هنشيل واحد والسالب واحد، ادي الواحد وبالها اهوت وبال الواحد، قام فات اهو، بقت ايه في هنا ايه فتحتين قبال بعض بالظبط، يعني ما يعملكش فتحه هنا. يقول لك حافر السالب واحد والثلاثه، يقول لك ما في فتحه هنا وفي فتحه هنا، يا حبيبي مفتاحتين قبال بعض. ينفع تبقى يقول لك اهو مثلا ايدك متعوره، ينفع ايدك تبقى متعوره، التعوره تبان في دماغك؟ وانت انا ايه يا ابني انت عفريت عليك ايه، عليك شيخ؟ تمام، فطبعا الكلام ده غلط، لازم يكونوا قبال بعض، فتحتين قبال بعض بالظبط ويجيبوا نفس القيم. تمام، فهقعد بالسالب واحد والاثنين ايه والموجب واحد، واحد تربيع بواحد سالب واحد تربيع بواحد، يعني جابوا لنا نفس القيمه، يبقى هما الاثنين مفتوحين قبال بعض، يبقى الداله ديت مالها زوجيه. عرفت الفرق بينهم؟ كنت جايبهم لك في الامتحان. طيب بيقول لك اي من الدوال الاتيه يمكن ان تقع زوجيه وفرديه، وفي داله يمكن دي اصلا ينفع ان تكون زوجيه وفرديه؟ طبعا الكلام ده غلط، فاقرا على طول اللي هي ايه غير ذلك. طيب هقول لك بقى حاجه، انا جايب لك بقى ايه حاجه بقى عليها بقى، يعني انا حاطط السؤال ده اصلا عشان اقول لك سؤال تاني بقى من عندي. اقول لك مثلا معاك داله س بتساوي س زائد 5، الداله ديت تمام، او داله س بتساوي س بس، س اهو س بس، الداله ديت داله س بتساوي س، الداله دي يعني ايه فرديه صح؟ الداله دي فرديه تمام. طب الداله ديت فرديه زي الفل، طالما الداله دي فرديه يعني المفروض اصلا اما تيجي ترسم هتترسم كده خط مستقيم، هتجيب نقطه راس اهو، هيترسم كده يا جماعه، تمر بنقطه الاصل متماثله حول ايه نقطه الاصل. تمام، يبقى الداله دي فرديه تمام. قال لك بقى هل يمكن، بيقول لك بقى يمكن تحويل هذه الداله الى زوجيه باضافه س داخل نقط. باضافه س داخل ايه؟ باضافه س داخل ايه؟ داخل قيمه مطلقه. باضافه س ايه؟ داخل قيمه مطلقه. ليه؟ ما انت لما تحط لي هنا السين بداخل قيمه مطلقه وتعوض عن اي قيمه بالسين بقى، لو ايه؟ لو كانت السين سالبه اهو، لما تحط لي هنا عن السين بقى ايه بسالب، حطيت قيمه مطلقه، فبقى الناتج اللي يطلع ايه؟ كل الناتج هيطلع زي بعضها. عوضت مره بالواحد يطلع الناتج بواحد، عوضت سالب واحد يطلع الناتج بواحد عشان في قيمه مطلقه، فالداله بقى ايه؟ دي تتشال اهو، تقوم مرسومه كده. يبقى الداله اصبحت ايه؟ متماثله حول محور الصادات، وايه النقطه الراس بتاعها ايه؟ موجوده على محور الصادات، اذا هي متماثله حول محور الصادات، اذا الداله دي زوجيه. شوف بقى، شوف بقى، شفت بقى الحاجات دي، اسئله كويسه، اسئله حلوه في المتناول، تيجي في امتحان. كنت دايما بقول لك افتكر بقى ايه دول وادعي لي، كنت اجي اقول لك دايما عندك داله س بتساوي، لو كان عندك بتساوي جا
سالب س، كنت بقول لك عندك الجتا بتاكل السالب، انما الجا والظا بيطلعوا السالب بره. تمام. فكنت اجي اقول لك برضو ايه، يعني دي كانها بتساوي سالب جا س سالب جا س، كنت اقول لك الجا فرديه، الجا دي بتكون دي فرديه. تمام. فانا بفكرك بس. وعندك داله س لو بتساوي جاتا سالب س، الجاتا بتاكل السالب، فالجاتا ايه؟ تبقى جاتا س، والجاتا اصلا دي اصلا بتكون زوجيه. انا بفكرك. طب لو معاك داله س بتساوي ظا سالب س، هي بتساوي سالب ايه؟ سالب ظا س. فالايه؟ الجا والظا بيطلعوا السالب بره، انما الجاتا بتاكل السالب. فايه؟ وتعالى برضو اكتب لك كل بقى ايه الدوال اللي عندك ايه. كل الدوال اللي دي احاديه يا جماعه، اللي هكتبها لك دي كل الدوال احاديه. كل الدوال اللي انا هكتبها لك دي هتبقى احاديه كلها، انا عايزك تحفظهم بس. الداله من الدرجه الاولى اللي هي الداله ايه؟ الداله الخطيه، يعني داله س بتساوي ايه؟ س زائد 5 س زائد 4 اللي هي داله ايه؟ س بتساوي ايه؟ اكبر اس على الس واحد، الداله من الدرجه الاولى. تمام. طيب والداله التكعيبيه، كنت عندك اي حاجه في الداله التكعيبيه كده كان دايما مجالها ومدالها ح، دايما مجالها ومدالها ح. طيب والداله الكسريه والداله الاسيه والداله اللوغاريتميه، دي كلها دوال احاديه. وايه تاني؟ قلت لك والداله التربيعيه اذا ايه؟ تم تجزئه مجالها. تمام. يعني ايه جزأنا مجالها؟ يعني مثلا كان معاك داله س، لو كانت داله معاك داله س بتساوي س تربيع والمجال ح، المجال بتاعها ح، هتجيب نقطه راس حنه وترسم ادي صفر وصفر وترسم كده، صح؟ طب لو قلت لك بقى ايه؟ قلت لك المجال مش ح، هنجزأ المجال نخليه ايه؟ هنخلي المجال من صفر لما لا نهايه. صفر لما لا نهايه يعني هشوف المجال بيجي من محور السينات ادي الصفر لما لا نهايه، فالجزء ده معايا انما الجزء ده مش معايا في الحل. طب عشان اعرف الداله احاديه ولا ايه بعمل ايه؟ بعمل خط افقي، لو قطع الداله في اكتر من نقطه تبقى ليست ايه؟ احاديه. طب هو قطعها هنا في نقطه ادي نقطه ادي نقطه وهكذا يعني. تمام. بعمل ايه بقى؟ يبقى الداله التربيعيه لو جزأنا ايه؟ مجالها، يبقى كل الدوال دي بتكون ايه؟ احاديه. كده حصتنا خلصت ومحاضرتنا خلصت. اتمنى تركزوا في الامتحان، وزي ما نصحتك في فيديو التطبيقيه بنصحك تاني ركز وما تسرعش برضو الفيديو، واقعد اسمع كده وتأنى وانت بتسمع. مش عايزك يعني مش عارف والله، ما انتش عارف والله اقول لك ايه تاني، يعني ما انتش عارف اقول لك ايه تاني. راعي اهلك راعي اهلك راعي اهلك كما تدين تدان. افتكر كلمتي ديت، افتكر كلمتي وافتكر اليوم اللي هتشوف فيه الفيديو، وابقى تعالى قول لي، يبقى تعالى قول لي فعلا كما تدين تدان، وانت تبقى تعرف لوحدك هي ازاي كما تدين تدان، بس خليك فاكر كلمتي دي بالظبط. طيب ركزوا في الامتحان، واتمنى اشوف درجات حلوه ودرجات نهائيه. طبعا ناس مقفله وجايبه النهايات، وان شاء الله زي ما وعدتكم اللي هيجيب النهايه في امتحان ايه نص الترم عندكم ايا كان بقى محافظته فين مش عارف ايه، بتتابعنا بقى من اي مكان، يوتيوب بس او منصه معانا برضو، او الطلبه اللي معانا اي في شبين ايا كان. فانت معاك ايه؟ الناس اللي هتقفل زي ما وعدتكم ليهم هدايا. الهدايا بقى ايه؟ زي ما انا معرفكم، بس انت بس هات النهايه وتاخد لنا كده تصور لنا. ما انت مش هتكتب لي، مش تخش مثلا تقول لي ايه انا جبت النهايه يا استاذ وتقوم كاتب لي ايه الدرجه بتاعتك، تقول لي انا جبت كذا وجبت النهايه. ما تخشش، مش هصدقك، مش اي واحد يخش يقول انا جبت النهايه هصدقه طبعا، لا. حضرتك النتيجه بتاعتك لما تبان هتصورها لنا، هتصور النتيجه كده اللي هي بص مطبوعه عندك بتاع كنترول المدرسه، كنترول المدرسه. تمام. طيب هتصورها لي وهتبعتها، هتصورها هتبعتها طبعا للتيم بتاعنا، هيتواصلوا معاك وهيبعتوا لك ايه ان شاء الله هداياك هتوصلك. بس انت ركز في الامتحان وتأنى زي ما قلت لك وما تتسرعش. امتحانك بتاع البحث 3 ساعات، 3 ساعات في 27 سؤال. انت معاك وقت كبير، معاك وقت كبير، تقدر تحل، تقدر تراجع، تقدر تعيد الحاجه مره واثنين وثلاثه. ركز وانت بتحل وما تتسرعش، وتأنى كده واحده واحده، وربنا يكرمك. واشوفكم على خير في ترم جديد، وان شاء الله استنوا ايه الاعلان عن كتاب الترم الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.